هاي هاكرز، عاملين ايه يا شباب؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. النهاردة هنشرح موديل المديول عامة، من أصعب المديولات عامة اللي موجودة في هاكسا بوكس في سي دبليو اس، اللي هو ويب اتاكس. بإذن الله هنشرحه، وبإذن الله هنحاول نخلصه كله. بس على فكرة احنا معانا حاجة كويسة جدا، ايه هي؟ ان يعتبر نص مديول سي بي تي اي اس، اللي هو بتاع سي بي تي اس سي دبليو اي اس، يعني ده نصها حرفيا. فاحنا يعتبر مخلصين 50%. لما نخلص سي دبليو اس يعتبر مخلصين 50% من سي بي تي اي اس، تمام؟ يعني احنا لما نيجي نشرح عامة سي بي تي اس مش هتاخد مننا المجهود الجبار، لا هو احنا هنزود شوية موديلات كده بإذن الله، ودي هتحل معانا الدنيا. تعالى ما نرغيش كتير ونتوكل على الله. عندنا اول ثغره معانا، عندنا النهارده ثلاث ثغرات: اتش تي تي بي فيرب تامبرنج، والثانيه اكس اي، والثالثه ايدور. تمام، يعني احنا النهارده معانا ثلاث ثغرات. النهارده المحتوى مفيد جدا، يمكن ده اهم موديل عامه، وموديل فيه معلومات مفيده جدا اتشرح من بدايه ما من بدايه ما شرحنا سي دبليو اي اس. فتمام تركز، وانا هضيف لك حاجات انا عارفها برضك شويتين كده. فتعالى نتوكل على الله ونبتدي. ايه هي HTTP verb tampering يا هندسه؟ بص يا هندسه، احنا عندنا حاجه. تعالى بس نفتح الاوبن بورد كده في البدايه. لما نفتح الاوبن بورد، طبعا انت عارف، زي لو انت متابعني هقول لك زي كل مره ان هي بتسخن رامات، فاحنا هنفتحها ناخد منها الرسمه اللي احنا عايزين نرسمها، وبعد كده نقفلها تاني على طول. هي كده تمام، يلا بينا نتوكل على الله يا هندسه. استنى بس تفتح معانا كده. بسم الله. زي الفل فتحت اهي. ستوب، ماشي، حلو جدا. بص يا معلم، دلوقتي يا معلم، احنا عندنا حاجه اسمها فرونت اند، وعندنا حاجه اسمها باك اند. الفرونت اند ده اللي انا بشوفه، لو خدت بالك في كورس سي دبليو اس انا عدت لك المعلومه دي فوق ال 20 مره، ان احنا عندنا حاجه اسمها فرونت اند والباك اند، ونفس المعلومه هقولها النهارده. ليه؟ لان ده الاساس. بص، عارف دكتور احمد زويل ربنا يرحمه قال لك ان هو عامه يمكن ما استفادش معلومات كتيره في مصر في التطور، بس هو استفاد بحاجه واحده: الاساس المتين اللي درسه هنا، وده كان سبب كبير جدا ان هو يخليه يوصل للانجاز اللي حققه بره. فالاساس في اي حاجه هو شيء مهم جدا جدا، الاساس. فانت دايما حاول تخلي عندك اساس كويس. اكنك بتبني بيت، انت حطيت خطوه على طوبه، على طوبه فوق، على طوبه تانية، على طوبه ثالثه، على طوبه رابعه. انت بتحط طوب فوق بعض، فاهم الفكره؟ فالاساس ده شيء مهم جدا. لو انت عندك اساس كويس هتقدر تنجز كويس جدا جدا. دلوقتي يا هندسه احنا عندنا حاجه اسمها فرونت اند، وعندنا حاجه اسمها باك اند. طب ايه الفرق بين الباك اند وايه الفرق بين الفرونت اند يا هندسه؟ الفرونت اند دوت اللي انا بشوفه بتعامل معاه، اللي هو ال HTML CSS جافا سكريبت. يعني مثلا اي صفحه عامه بدخل عليها بيبقى فيها صور، بيبقى فيها حاجات، بيبقى فيها اللي هو الزراير، هو ده كله فرونت اند. طب ايه هو الباك اند؟ الباك اند هو محتوى الصفحه ذات نفسه، المحتوى ذات نفسه بتاع الصفحه يا هندسه. يعني الترتيبات اللي جوه ذات نفسه، المعلومات، البيانات. لو مثلا هي صفحه مثلا منتجات، احنا بنضيفها في الباك اند، بعد كده نحاول نظهرها بالفرونت اند، فاهم الفكره؟ فهي الدنيا بتمشي كده. حلو، حلو جدا جدا جدا. طب الدنيا بتمشي ازاي؟ لما انا بكون بضغط زرار مثلا، الفرونت اند بيبعت طلب للباك اند عشان يجيب منه انفورميشن، معلومات. شو يعني، على السله كده الانجليزي بتاعي بقى كويس يعني، تمام. والباك اند يرد عليه بالطلب، تمام. دلوقتي يعني ايه؟ يعني تعال نتخيل ان انا رايح للمدرس بتاعي، انا دلوقتي في سته ابتدائي، والمدرس بتاعي قاعد على الفصل خلص الحصه بتاعته، وقاعد فاضل 5 دقايق في الحصه. فانا قلت اشتغل عليه شويه، فرحت رايح للمدرس قلت له: مستر لو سمحت انا عايز اروح الحمام بعد اذنك. قال لي: اتفضل يا ابني. يبقى انا كده طلبت طلب، راح هو رد عليا. حلو، حلو جدا. نفس الفكره: مستر لو سمحت انا عايز اروح الحمام بعد 5 دقايق. قال لي: يا ابني ما انت لسه كنت في الحمام. قلت له: ما انا عندي اسهال. قال لي: اتفضل يا ابني. تالت مره قلت له: مستر لو سمحت انا عايز اروح الحمام. قال لي: يا ابني انت هتجنني، ما انت كنت لسه في الحمام. اقول له: ما انا كان عندي امساك. فاهم الفكره؟ كل شويه بطلب طلب ويرد عليا، كل شويه بطلب طلب ويرد عليا. الدنيا هي ماشيه كده كده بالظبط في الفرونت اند والباك اند. الفرونت اند انا بطلب طلب، والباك اند يرد عليا بنتيجه للطلب ده، يا اما يقبل يا اما يرفض، يا اما يقول لي: لا بص انت هتروح حته ثانيه تطلبه منها، هتروح عند مدام عبير اللي في الدور الثالث تطلبه منها، يعمل لي ريدايركت لحته ثانيه. فاهم الفكره؟ هي الفكره كده بالظبط بين الفرونت اند والباك اند. زي الفل، احنا ماشيين كويس جدا جدا. طيب الثغره هنا بتاعتنا فين؟ هقول لك، بس قبل ما اقول لك احنا عندنا حاجه عن طريقه الطلب بتاعه الفرونت اند وهو رايح للباك اند، اسمها HTTP request method. ايه ال HTTP request method يا هندسه؟ ال HTTP request method هي الطريقه عامه اللي انا هطلب بيها الطلب بتاعي، الريكوست بتاعي، يا اما بوست يا اما جيت
يا اما بوت يا اما ديليت يا اما باتش، كل حاجه ليها حاجه معينه يعني. تمام. البوت عامه لو انا عايز اعمل مثلا للكتابه او اعدل بيانات، فاهم الفكره؟ طب ثانيه واحده نشرحها، تعالى اوريك الجدول اللي معانا بالمره. تمام، تعال بس نمسح الكلام الجميل ده، هوريك عشان بس مش عايز اقول لك معلومه تلخبط. تمام تمام. بص يا هندسه، بسم الله. اول حاجه جيت دي بتستخدم في ايه؟ بتستخدم في ان انا اجيب بيانات من الموقع، بقول له هات لي البيانات دي، انا عايز البيانات بتاعت الحقير ده، هاتها لي على طول. طب بوست انا بدخل بيانات، يعني انا دلوقتي بسجل دخول فببعت بيانات للموقع. تمام. طب اوبشن دي يا معلم، بقول له شوف لي الريكوست ميثود اللي تنفع هنا، فيروح يكتب كلمه اوبشن هنا. يعني مثلا تعالى ثانيه واحده اوريك حاجه. تعالى مثلا ندخل هنا، جالي تمام زي الفل. نقوم داخلين هنا مثلا، بدل الطلب ده كله، مش عارف هو الطلب اصلا لسه شغال ولا لا، نقوم كاتبين اوبشن اوبتي اي او ان اس. اعتقد ان هو اللاب ده اصلا خلص عامه، بس تعالى نجربه كده، نعمل سنت. هل هيرد عليا ولا لا؟ آه او بي تي اي او ان اس، تمام ماشي. مم. مم. تعالى نشيل الاندكس بي اتش بي دي ونجرب، ونشيل البادي ده عامه. عايز طلب بسيط بس اجرب فيه، اللي هي الاوبشن. تمام، مش شغاله هنا. اوكي ماشي زي الفل، عشان ده لعب عامه، بس قشطه ماشي. عامة يعني انا بس بوريك ان هي هنا بتتكتب ازاي. بتتكتب هنا اوبشن، يا اما مثلا نيجي هنا نحط بوست. تمام، تعال بس ندوس هنا واوريك. حطينا بوست تمام. ممكن نحط جيت، لازم تتكتب بكابيتال على فكرة، ما ينفعش تتكتب بسمول. تمام جيت. تمام. ممكن نحط حاجة اسمها بوت. تمام زي الفل، حلو جدا 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 يا هندسة، وماشيين كويس جدا جدا. تعالى نكمل يا هندسة، حلو حلو. طب دلوقتي احنا عندنا شويه حاجات. بوت مثلا تستخدم في ايه؟ بوت يا معلم تستخدم لو انت هتشيل مورد، يا اما هتضيف مورد جديد يا اما هتبدل مورد بالكامل. يعني ايه؟ يعني مثلا لو افترضنا ثانيه واحده نجيب دي كده، سوري لا مؤاخذه. تمام. نجيب دي نحطها هنا. تمام بص، لو افترضنا ان الكلام ده كله بيانات مثلا معموله، هي طبعا كده تقريبا مكتوب بالجيسون عامه. لو افترضنا ان الكلام ده كده، ده يسمى مورد، ده بادي بتاع طلب مثلا. تمام. لو انا خليت ان الطلب بتاع دوت من النوع بوت، لو خليته بوت يبقى انا هغير كل البيانات دي، كل قيمه البيانات دي. طب انا لو خليته باتش، يعني انا هغير حاجه واحده من الحاجات دي. ركز في الفرق. تمام حلو جدا. طب انا لو خليته ديليت، يعني احذف لي كل البيانات دي كلها تحذفها لي. تمام حلو جدا زي الفل يا هندسه، حلو حلو جدا جدا جدا. طب انا لو خليته هيد، دي تجيب لي معلومات من الصفحه ذات نفسها، بس او تجيب لي معلومات من الملف ذات نفسه موجود على السيرفر بس من غير ما تحمله. تمام. يبقى هي دي الحاجات اللي معانا يا هندسه زي الفل. اتمنى تكون فاهمني والدنيا معاك زي الفل. حلو حلو جدا. هيد بوت ديليت اوبشن باتش تريس. تمام، هي دي الحاجات اللي معانا النهارده. وفي طبعا جيت وبوست. حلو حلو جدا. الثغره بتاعتنا تكمن في ايه؟ تكمن اللي احنا لما بنغير الريكوست ميثود عامه، بيظهر ممكن الموقع ذات نفسه يطلع غلط. يعني ايه يطلع غلط؟ يعني يديني نتيجه، هو يعني المطور عامه هو عامل ان الطلب هيمشي كده. حلو حلو جدا جدا. فانا مغير الريكوست ميثود في النقطه دي، فايه اللي يحصل؟ الموقع يطلع نتيجه انا ما اتوقعهاش، او يعمل حاجه هو ما كانش مسموح لي يعملها بميثود معينه. يعني دلوقتي انا رحت داخل على الادمن بانل مثلا، لقيت المسار بتاع الادمن بانل. لو انا دلوقتي جيت هنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، مثلا انا لقيت موقع اتش تي تي بي كده مثلا الدساس. تمام. الادريس مش مهم، ما ولا عارف. تمام، ولقينا ادمن بانل زي الفل، حلو جدا جدا. تمام تمام. دلوقتي انا داخل في الصفحه دي، فبدل انا داخل في الصفحه انا بجلب بيانات، يبقى النوع هيكون ايه؟ هيكون طبعا الريكوست ميثود هتكون هنا جيت زي الفل. يعني هنا هتكون جيت، انا بديك مثال بس. تمام. طب انا لو رحت رايح مغير الريكوست ميثود دي لبوست، طب انا ازاي بغير الريكوست ميثود؟
يا اما بكتب هنا، يا اما بغير دي وبكتب عموما، يا اما بكتب باجي هنا في البرب سويت وادوس كليك يمين. ادوس كليك يمين، بص بدوس في الماوس هنا كليك يمين وتشينج ريكوست ميثود بيغيرها. تعالى تشينج ريكوست ميثود، تمام، بيقعد يغيرها كده زي الفل. حلو جدا جدا جدا. على فكره احنا معانا لابات النهارده هنحلها، يعني ما تقلقش، معانا لابات كتيره وهنحلها. احنا دلوقتي في الدقيقه 10 ماشي، بس لسه اعتقد الفيديو النهارده هيبقى طويل شويتين، 3 4، لان اكس اي ما شاء الله واخده حيز النهارده، بس احنا يعني هنشرحها في الاخر خالص. حلو حلو جدا جدا. دلوقتي هو مانعني ان انا ادخل على الصفحه دي او الدوه بالجيت. طب انا رحت مغير ومخليها بوست، المطور ما حسبش الحساب دوت. المطور عمل حساب كل حاجه في الدنيا الا ان اغير ريكوست ميثود، تمام. فالمطور دلوقتي في كارثه، هو بيقول لك طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا دخلت على حاجه مش مسموح ادخل عنها عشان غيرت الريكوست ميثود. المطور كان المفروض ايه؟ يحدد ان الدخول هنا عامه اولا يكون للادمنستريتور، وثانيا يكون للجيت فقط، تمام. عشان اللي ليهم صلاحيات ويكونوا داخلين الاي بي بتاعهم من اللوكال هوست عامه اللي هو من مقر الشركه الرئيسي، هم بس اللي يدخلوا. رحت انا مغير الريكوست ميثود، خليته مثلا بوست، فراحت دخلت معايا، انا كده دخلت على حاجه مش مسموح لي ادخل عليها اصلا. فهمت الفكره؟ او عملت امر مش معين. ممكن على فكره اللي هي حكايه ال HTTP ريكوست ميثود دي او الفيرب تمبرنج دي عامه، ممكن تخليني اعمل او اس كوماند انجكشن. ايه هي او اس كوماند انجكشن؟ ان انا بحقن امر زي اوامر لينكس كده عامه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في مكان وهو بيتنفذ، تمام. فهمت الفكره؟ حلو حلو جدا جدا جدا. تمام، يعني يعتبر ار سي اللي هو بنفذ اوامر على النظام، تمام تمام. هي دي الفكره بالظبط بتاعت الثغره دي. دلوقتي احنا معانا لابين عايزين نمشي فيهم شويه كده ونحلهم ونتوكل على الله. هروح اجيب اللاب الاولاني وارجع. يلا بينا يا شباب، انا رحت جبت اللاب اهو. يا نهار ابيض، لا مش من هنا اكيد تعالى ندخل هنا. تمام زي الفل. نقوم موقفين طلبات بس عشان ندخل على اللاب. ندوس انتر كده زي الفل. حلو جدا. كده دخلنا على اللاب يا هندسه. حلو حلو جدا جدا جدا. تمام تمام. دلوقتي يا هندسه، اول فكره في اللاب بتاعتك دي، اللي انت هنا لما تدوس ريسيت ما بيقبلش بحاجه غير ان هو عامه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، غير لما تعمل اتش تي تي بي اسمه دي اوثنتيكيشن اللي هو نوع تسجيل دخول عامه، بس بيظهر هنا عامه عن طريق اليرت اللي هو اشعار وتسجل دخول فيه بدل ما يكون فيه هنا خانه لوجن، تمام. فتعال ندوس هنا ريسنت، احنا موقفين طلبات مش زي الفل. ريسنت. تعال نبعت الطلب للريبيتر واوريك الدنيا. بص، بعتنا الطلب للريبيتر بيقول لك انا اوزرايت، يعني انت مش مسجل دخول. بص سرندر، تمام، بيقول لك ممنوع، انت مش هتدخل لانك ما سجلتش دخول، انت لازم تسجل دخول، تمام. حلو جدا 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 يا هندسه. فدلوقتي الفكره كلها في ايه؟ اللي انا هغير ريكوست ميثود. تعال نغير اول حاجه نخليها بوست ونجرب. دوس سنت، نفس الفكره ما نفعش. طب تعال نخليها بوت، نجرب بوت. نفع ولا ما نفعش؟ حلو جدا نفع. تعالى بعد كده نوقف توقيت الطلبات. اعتقد ان كده اللعبه اتحل معانا يعني عامه. آه كنسل من هنا، اوكي تمام ارجع. سيستم. حلو جدا. كده اول لاب اتحل معانا ان هو حاجه ما كانش ينفع نعملها وندخل هنا، نفعت نعملها دلوقتي، تمام. وكده اخدنا اول كي معانا، تمام زي الفل. حلو جدا. تعالى ندخل مره تانية يا هندسه نحل اللاب اللي بعده. هو اللاب اللي بعده نفس الفكره عامه بس بنعمل حاجه معينه، تمام تمام. ايه فكره اللاب اللي بعده يا هندسه؟ ان احنا هنا عايز يعلمنا ازاي ننفذ اوامر على النظام، تمام. زي الفل، تمام. لو احنا هنا عايزين مثلا، لو احنا طبعا جينا هنا نضيف اوامر على النظام، بص لو دوست هنا مثلا تيست، تمام، واحتاج كده بص هيقول لي ايه؟ هيقول لي ريكوست نايت، ما ينفعش تنفذ اوامر على النظام بتاعي، ده النظام بتاعي اوعى تنفذ عليه اوامر يا كلب، تمام زي الفل. احنا هنا طبعا بتنفذ اوامر بس هو مانع العلامه دي اللي هي مانع السيمي كولون، تمام زي الفل. طب هنا هنعمل ايه؟ طبعا احنا لو جينا هنا وقفنا الطلب وعملنا نفس الحاجه، بص تيست وعملنا كده، بص ندوس انتر، بص الطلب وقف معانا. تعالى نبعته للريبيتر ونشوف الدنيا فيها ايه. احنا دايسين سند، تمام. بص قال لك ان هنا برضك هو مش هيوافق، تمام. ثانيه واحده بتحمل اهي. ريكوست دينايد، ما ينفعش تنفذ الطلب. حلو حلو جدا كده. طب تعالى نخلي الطلب ده بوست ونشوف الدنيا فيها ايه. لو دوسنا بوست ريكوست، تمام، ورحنا دايسين كده، هل هيوافق؟ تعال نشوف كده هل وافق ولا ما وافقش. تعال نوقف توقيف الطلبات، تمام.
زي الفل، ضاف لنا البتاع ده. يعني هنا لما غيرنا الطلب من جيت لبوست هو وافق. تمام تمام. هو كان طالب مننا نقرا ملف الفلاج تقريبا. ثانيه واحده اروح اشوف بس هو طالب ايه، واوقف الفيديو اروح اشوف هو طالب ايه وارجع تاني. يلا بينا نكمل يا شباب. هو كان طالب نقرا ملف الفلاج عامه. تعالى نضيف ده كده، وتعالى نشفر باليو ار انكودد. تمام، نعمل انكودد باليو ار انكودد. تمام زي الفل. وندوس سند كده. تمام زي الفل. احنا موقفين توقيف الطلبات صح؟ حلو جدا. تعالى نعمل ريستارت كده، هيظهر معانا ملف الفلاج تقريبا. حلو جدا، ملف الفلاج بتضغط عليه كده. تمام، هو ده الفلاج بتاعنا التاني يا هندسه. كده احنا حلينا اللابين اللي معانا في الثغره دي. اتمنى تكون فهمت الثغره دي. ثغره بسيطه جدا، لذيذه جدا. طب ازاي نمنع الثغره دي يا هندسه؟ بنمنع الثغره دي عن اساس اللي احنا نقول له ما تقبلش. يعني اقول لك على حاجه، تعالى هنا اوريك. لو مثلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، مكتوب مثلا في الموقع لو هو اباتش مثلا ليميت. تمام. بوست. تمام. دي معناها ايه؟ معناها اقبل البوست. بس هو ما قاليش ما تقبلش الجيت، يعني فاهم الفكره؟ هو قال لي اقبل بس البوست. طب انا ازاي اخليها حاجه واحده بس؟ اخليها كده، بص هقوم دايسين كده، لا يا كنترول زد سوري. ماشي. تمام. احنا كده كنا بنكتب ايه؟ ليميت. تمام. طب ليميت ونحط جنبها ايه؟ ماشي اكس سبت. يعني ايه اكسبت؟ يعني ما تقبلش غير البوست. انا عايزك تقبل البوست بس. وهكذا في كل السيرفرات التانية، سواء اباتشي غيره وكل السيرفرات التانية. انت بتحدد عملية واحدة بس تتم هنا. طب العمليات التانية ما تقبلش فيها، فاهم الفكرة؟ لازم تكون محدد كل الريكوست اللي ممكن تكون موجودة. حلو حلو جدا 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 يا هندسة. تمام تمام. كده احنا خلصنا اول ثغره معانا. اتمنى تكون فهمتها. احنا كده في كام دقيقه؟ احنا 16 دقيقه ماشي. دلوقتي هندخل على الثغره الثانيه معانا يا هندسه، وهي ثغره الايدول. ايه هي يا هندسه ثغره الايدول؟ يعني بص، صل على النبي. التطبيق نفسه بيديك رقم معين، بس الباك اند مش بيتاكد من الرقم ده. يعني ايه؟ يعني لو تخيلنا مثلا ان انا سجلت دخول في موقع HTTP، واليو ار ال بتاعي بعد ما سجلت دخول التسات مثلا معمول كده مثلا يوزرز. تمام. في بارامتر اسمه اي دي يساوي 12. لو تخيلنا ان ده الرابط بتاعي، حلو حلو جدا جدا يا هندسه. تمام زي الفل. رحت انا مخليه 13. لو دخلني على المستخدم اللي هو الاي دي بتاعه 13، يبقى هنا الثغره بتاعت الايدور موجوده. تمام. لقيت انا شفت حاجه مش مسموح لي اشوفها، فاهم الفكره؟ المفروض ايه اللي يحصل؟ ان انا هنا رقم 12. تمام تمام حلو جدا. يبقى المحتوى بتاع الرقم 12 ده عادي ان هو يظهر لي. حلو حلو جدا. بس انا لو خليته 13، لا ده مش عادي ان هو يظهر لي. المفروض الباك اند يروح يشوف، يتاكد من ده، يشوف هل الاي دي بتاعه 13 اللي متسجل في الداتابيس عنده عامه اللي الترتيب بتاعه 15، هل مسموح له يشوف المحتوى اللي هيعرض دلوقتي في الريكوست في الريسبونس بتاع الريكوست؟ لو لقى ان هو مش مسموح يديني 403، يقول لي غلط، يبقى ده مش مسموح لك تشوف ده يا معلم. طب لو لقى ان هو عادي يديني 200، اوكي. فاهم الفكره؟ هي الفكره كده بالظبط. اللي انا مثلا بيجي لي بيكون فيه اي دي زي ده، فانا بغير الرقم اخليه مثلا 12. حلو حلو جدا جدا جدا. تمام. انا لو خليته 14، هل هيعرض لي بيانات المستخدم رقم 14 ولا هيرفض؟ هي الفكره في هنا بالظبط يا هندسه. حلو حلو جدا. طب احنا عندنا حاجتين: insecure function calls و insecure function action. تمام حلو جدا جدا. طب ايه الفرق ما بينهم يا هندسه؟ هنا اول حاجه فانكشن كولز عامه دي انت بتغير الاي دي. تمام. وبتشوف النتيجه اللي بتطلع. طب هنا انت بتغير عامه، بتعمل اكشن معين، يعني بتوقف الطلب بتغير اكشن معين بيخليك تعمل حاجات انت ما كنتش تقدر تعملها. يعني ايه يا معلم؟ يعني مثلا اقول لك على حاجه. لو انت هنا موجود وقفت طلب، ولقيت مثلا حاجه في البادي مكتوبه اس ادمن. تمام. ومكتوب هنا فولز. تمام. يعني كده في الريكوست بتاعك مكتوب ان انت ايه؟ ان انت مش ادمن. طب رحت مغير دي زي الفل كده، ورحت مخليها ترو، وخليتها اللي انت ادمن. تمام. بعد كده اول لما انت بعت الطلب بقى مديك في الاكونت بتاعك صلاحيات الادمن، يبقى هنا ثغره طبعا. فهمت الفكره؟ تمام زي الفل. برضك ممكن تكون ايه في رول اي دي. رول اي دي. رول اي دي مثلا لو افترضنا ان هي كده. رول اي دي بتتكتب كده عامه لما تيجي تتكتب، وتقوم معموله كده،
ونحط لها مثلا رقم معين، رقم واحد. لو انت خليتها رقم اتنين ممكن تخليك ليك صلاحيات الادمن. انا مش فاكر هو رقم اتنين ولا تلاته بصراحه، بس عامه كده انت لو انت غيرتها لرقم معين بتكون ليك صلاحيات الادمن. زي الفل زي الفل. حلو جدا. هي دي ثغره الايدور يا هندسه. حلو حلو جدا 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 يا هندسه. تعالى نروح نجيب لاب، اول لاب معانا في ثغره الايدور، نحل عليه الفكره الاولى، وبعد كده ناخد بقيه الافكار اللي في ثغره ايدور اللي الموديول شرحها لنا يا هندسه. تمام تمام. احنا دلوقتي 20 دقيقه زي الفل. ماشي. هوقف الطلب واروح اجيب اللاب وارجع تاني. يلا بينا يا شباب نكمل. رحنا جبنا اللاب بتاعنا بسلام الحمد لله. فتعالى ندخل عليه كده ونشوف احنا موقفين الطلبات ولا لا. تمام مش موقفين زي الفل. حلو جدا. تعالى نبتدي بقى نوقف الطلبات. تمام تمام. هو طالب هنا ان احنا ندخل على دوكيومنت. تمام. ندخل على دوكيومنت زي الفل. بص هنا في يو اي دي واحد. حلو. بعتنا له سنت. تمام. بص ليها ملف معينين. تمام. كل يو اي دي يعني كل يوزر هم عندهم هنا 20 يوزر. هو بيقول لي هنا ان هم هنا عندهم 20 يوزر. حلو حلو جدا جدا. كل يوزر منهم عندهم ملفين، انفويس وريبورت. تمام تمام. هو ايه المطلوب في اللاب ده؟ بيقول لي بص في واحد من ال 20 يوزرز هو ادمن اصلا، والادمن دوت عنده ملف فلاج بوينت تكست. طب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنقعد ندور في ال 20 يوزر عامه لحد ما نلاقي الملف المطلوب. بس تعالى ما نعملهاش يدوي، تعالى نبعتها للانترودر عامه. يعني ربنا مدينا الحمد لله اداه انترودر. هو احنا ايه كميه الريكوست دي؟ تعالى بس نطلع عنها عشان ما تقللش بس الكفاءه بتاعت الفيديو عامه وتقل الجهاز عامه. تمام اوكي زي الفل. بعتنا للانترودر. هنقوم جايين هنا محددين عليها وعاملينها اد، ونقوم مختارين نمبرز، ومن واحد نخليها مثلا لغايه 20 زي الفل. تمام. تعالى نقفل اليو ار ال انكودد. اوكي مش هشفر حاجه يعني عامه، بس تعالى ونفتح كده ونجرب. تعال نجرب على كل واحد فيهم في الريسبونس بتاعته كده ونشوف الدنيا فيها ايه. تمام. نخليه في الريندر كده احسن. اي واحد يطلع منهم ملف الفلاني يبقى هو ده المطلوب. تعال نشوف التاني. 3 4. تعالى بدل ما نعمل كده ندور على ملف فلاج يعني، واللي يطلع ماتش معايا يبقى هو ده. تمام. مفيش. تعالى بقى نبتدي ندور هنا في كل واحد. مفيش. حلو جدا لقينا فلاج. فين هو؟ تمام هو ده اهو. طلعت معانا ماتش فلاج. تمام يبقى هو ده رقم 15. يبقى احنا الاي دي المطلوب رقم 15. حلو. نقوم دايسين في الريبيتر هنا، نقوم مخلينه 15، ونقوم دايسين سنت، ونشوف كده المنظر اللي هيطلع لنا زي الفل. يبقى احنا هنا لما نيجي نوقف الطلب هنخليه ده 15 زي الفل. نقوم دايسين فورورد. تمام. نرجعه تاني. بص ظهر معانا الفلاج. تعالى نوقف الطلب، نوقف توقيف الطلبات وندوس على 15 دي. ندوس على الفلاج. تمام زي الفل. طلع لنا فكره اللاب الاول يا هندسه. حلو حلو جدا 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 وزي الفل. زي الفل يا هندسه. حلو حلو جدا. تعالى نكمل يا هندسه. الفكره هنا يا هندسه ايه؟ ان ممكن تكون البيانات مع عامه المعموله يكون محصول لها عمليه تشفير اللي هو انكودد. تمام. بسبب البيس 64 باليو ار انكودد. تمام زي الفل. فالعمليه دي لما بتحصل انت ممكن لما تشوف مثلا رقم معين ما تفهموش، بس لو فكيت تشفيره تفهمه تلاقي حاجه معينه. فاهم الفكره؟ فتعالى نحل اللاب اللي موجود على الطريقه دي ونشوف هيوصلنا لإيه. تمام. هو نفس اللاب عامه بس هندخل على خانه تانيه. تمام زي الفل. نيجي هنا نقوم واقفين تقوي الطلبات. تعالى نرجع. هو قال لي ندخل على كونكت هي. تمام تمام. كونكت مش عارف هي كونكت ولا كونكت. تمام ما بعرفش اقرا انجليزي قوي. تمام. ندوس فورورد. عمل ايه؟ تعالى نضغط على دي كده. احنا موقفين الطلبات ولا لا؟ تمام مش تعالى مش كده. زي الفل. حلو جدا. تعالى نوديها للريبيتر. هنكبر بس عشان تقريبا مش شايف. تعالى نفك دي كده. تمام. هو دي اعتقد بالبيس كيس 4 بس معمول لها انكود في الاخر. تمام. تعالى كده نشوف. تعالى نفك نعمل سمارت انكود. تمام يبقى دي بيس كيس 4. البيس كيس 4 دايما بينتهي ب 2 يساوي. لما تلاقي 2 يساوي على بعض اعرف ان دي بيس كيس 4. اوكي. نعمل بيس 64. تمام يبقى دي طلعت رقم واحد. حلو حلو جدا جدا جدا. يعني احنا عرفنا ان هو اولا بيشفر بيس 64 بعد كده يو ار ان انكود. حلو حلو جدا 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 جدا. انا حاسس ان انا بتكلم بسرعه فهحاول اهدي رتم الكلام شويه عشان حاسس ان انتوا ممكن تنزعلوا. تمام زي الفل. دلوقتي هو قال لي نفس الفكره ان انت هنا يا معلم. تمام. الفكره هنا ان انت هنا بالظبط عايز تروح تشوف الحاجه اللي مكتوبه تقريبا ان هو طالب حاجه معينه، بس برضك عندك في اول 20 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اول 20 مشترك معانا، اول 20 مستخدم للموقع.
فنروح عند الانترودر زي الفل، احنا ما بنغيرش طريقتنا على فكره. تمام، هنقوم معلمين على الجزء ده الصغنطط ده. تمام، نقوم معلمين عليه كده. اد، تعالى نعمل كلير على كله بس. كلير، ماشي. نقوم حاطين على الجزء ده كده، نعلم عليه. لا مش بيساوي. تمام، زي الفل. نقوم اول حاجه نختار نمبرز، ونختار من 0 لغايه 20. زي الفل. وبعد كده هنضيف عمليه تانيه اللي هي التشفير بال بيس 64. نقوم حاطين كده، نقوم حاطين اللي هو مثلا انكلود بيس 64 انكودد. تمام. تمام. تمام، على فكره الانكريبشن غير الانكودد يعني عشان ما تتلخبطش. بس الانكريبشن يعني هو الانكريبشن عامه بيكون ليه مفتاح مفتاح تشفير ومفتاح فك تشفير. انما الانكودد ده عامه بيبقى اللي هو حاجه انت بتغير شكل الكلام، بس المحتوى هو بس بطرق مختلفه. فهمت الفكره؟ يعني الاثنين حاجه مش نفس الحاجه يعني عامه. انا قلت اقول لك. وهنا عملنا اليو ار ال انكودد كده كده بنتعلم عليه. تعال ستارت ونشوف بقى ايه اللي هيبقى مختلف فيه. تمام. احنا برضك بص هنا شفرت زي نفس التشفيره. تعال نشوف اللينس كده، يمكن في لينس مختلف. مش لينس مختلف غير ده. ماشي، ده مختلف. تعال نشوف كده الريسبونس بتاعه في اي حاجه مختلفه. حلو جدا، وطلع لنا هنا الفلاج بتاعنا. يبقى ده اللي كان مختلف فيه. حلو، حلو جدا 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 يا هندسه. تمام. دي تاني فكره لاب معانا. حلو، حلو جدا جدا يا هندسه. هروح اجيب اللاب الاخير اللي هو هيقيس فهمنا لثغره اي دور عامه. هو اللي هيطول معانا اكس اكس اي، بس الباقي كان سهل يعني عامة. تمام، فهروح اجيب اللاب الاخير وهنرجع تاني يا هندسه. يلا بينا نكمل يا هندسه. هو برضك في نفس اللعب عامه يعني، هو بس هندخل على حاجه ثالثه. تعالى نقوم موقفين توقيف الطلبات دي. زي الفل، ماشي. نرجع كده. هو طالب ان احنا ندخل على ايه البروفايل، يعني انت هندخل على ايه البروفايل كده. تمام، حلو جدا. ونقوم موقفين الطلب هنا. ابديت بروفايل. زي الفل. حلو، تعالى نروح للريبيتر كده نشرح حته حته. تمام. هل انا لو جيت غيرت ان اليو اي دي ده يبقى اتنين مثلا، هل هيوافق؟ يعني هنا دي البيانات بتاعت الاي دي واحد. تعال نشوف سند كده. تمام، حلو جدا. لو انا خليتها اتنين هل هيوافق؟ ما وافقش، بيقول لي اليو اي دي ان ماتش. يمكن عشان هنا كان واحد وهنا اتنين. تعال نخلي دي كمان اتنين. تمام. بيقول لي اليو يو اي دي اللي هو دوت مش متناسق. فطبعا ده رقم بيبقى مميز لكل واحد. فكده فكره الايدور بقت ما تنفعش. زي الفل، ماشي. طب تعالى نرجع دي وحيد كده زي الفل. وايه رايك نغير عامه؟ هنا هو النوع بوت اللي انت هنا بتعمل تعديل بيانات. فاهم الفكره؟ هتعدل في كل حاجه. تمام، زي الفل. طب افرض تعالى نغير الريكوست، مش نخليها جيت مثلا هنا ونخليها واحد. تعال نجرب كده سنت. زي الفل. تمام، طلع لها بيانات. هل انا لو خليتها اتنين هيطلع لي برضك بيانات ولا هيعصلك؟ زي الفل جدا جدا جدا. طلع لي بيانات مختلفه، معناه ان ده يوزر مختلف. حلو، حلو جدا جدا جدا. طب هو مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني ان انا اوصل لبيانات الادمن هنا. تمام تمام. تعال نبعتها للانترودر. برضك هنا عندنا 20 موظف، في من ضمنهم الادمن. تمام، احط هنا ات. هو ايه كل الحاجات اللي احنا دخلنا عليها دي؟ تقريبا انا فاتح الكمبيوتر بقالي كتير عامه. اللابتوب، سوري. اللابتوب، اوكي. نقوم مخليها نمبرز. تمام، زي الفل. ونقوم مخلينها من صفر، نخليها مثلا ل 20. زي الفل. ماشي. تمام، وقف لي اللينك ده. تمام. يلا بينا نبتدي الاتاك. ماشي، حلو جدا. هنيجي هنا نبحث عن كلمه ادمن. تعال ندخل هنا ونيجي في الريسبونس نبحث عن كلمه ادمن. اي واحده فيهم هتطلع معانا كلمه ادمن يبقى هي دي اللي عليها الطلب. زي الفل. تمام، ادمن 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 كلمه ادمن. حلو جدا، طلعت كلمه ادمن. زي الفل. اهو. يبقى ده محتوى الادمن معانا. حلو، حلو جدا 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 يا هندسه. تعالى بقى نرجع الطلب زي ما كان، اللي هو نرجعه كنترول زد كده وكان في البوت تقريبا. ماشي، حلو جدا. هو مطلوب مننا ايه؟ ان احنا نخلي اكونت الادمن، نخلي اكونت الادمن هو ده. نخليه ثانيه واحده اروح اجيبها من الموقع واجي ثانيه واحده. مطلوب مني يا شباب ان انا اخلي اكونت الادمن. احنا طبعا ضايفين الطلب ده في الريبيتر عامه. ان انا اخلي فين الايميل. تمام، بتاع نحذف دي. احنا كده كده عايزين نخليها حاجه معينه. مطلوب مني ان هنا اخلي اكونت الادمن هو ده. حلو، حلو جدا. تعالى بقى نجيب في الانترودر بتاعنا نشوف الادمن كان بياناته ايه. الادمن اول حاجه كان اليو اي دي بتاعه هو ده. تعالى ناخد كوبي كده. بس نكبر كده عشان تشوف كويس. تمام، ناخد كوبي كده. نقوم رايحين على
الريبيتر. تمام زي الفل. تمام. وتعالى نشوف ايه تاني في الرول. الرول كان مكتوب ايه؟ الرول ستاف ادمن. تمام. والفول نيم ادمن. ماشي. الرول فين الرول؟ تمام. والنيم ادمن. ادمن بس. تعالى نتاكد بس ان هي ادمن بس كده. تمام ادمن بس ابقى تمام. في حاجه تانية كده المفروض نعملها، واليو اي دي 10 والاي دي واليو اي دي 10 زي الفل. يو اي دي 10. ماشي اوكي. نخلي هنا الرقم ده 10. تمام. تعالى ندوس سند كده ونشوف هيقبل ولا مش هيقبل. مش ماتش. نسينا نضيف ال 10. سوري. زي الفل قبل معايا. يعني احنا كده. طب هنا في باسورد للادمن ولا لا؟ مم. تمام. طب دلوقتي هو مطلوب مننا ايه؟ آه مم. ماشي زي الفل. هو بس انا عايز اعرف كان طالب ايه ثانيه واحده، عشان بس نسيت هو كان طالب إيه. هو دلوقتي كان طالب مننا ان احنا نعدل اللي هو الايميل زي ما قلت لك، واحنا عدلناه. تعالى بقى نلغي التوقيفه دي. نلغي توقيف الطلب ونشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. وقال لي ان الفلاج هيطلع لك المفروض. هل الفلاج طلع؟ تعال نشوف كده. اوكي كونتين. لسه ما طلعش. اوكي. طب تعالى نشوف في الطلب ذات نفسه كده، هل الفلاج طلع؟ الريبيتر. مش حاجه طلعت. امم طب ايه الدنيا؟ بس انا خلاص غير، يعني احنا غيرنا اصلا البتاع ده عامه. مش فاهم الفكره فين بصراحه. امم في حاجه احنا ما نسينا نعملها. طب تعالى نغير ريكوست ميسو كده نخليها 10. نشوف الايميل بتاع ده، نخليها جيت سوري. ونشوف سند. نشوف هل الايميل فعلا اتغير معانا ولا لا. تمام الايميل اتغير معانا. احنا كده نفذنا المطلوب، بس الفلاج ما طلعش عامه، بس احنا نفذنا المطلوب عامه. تمام اوكي. واكيد في حاجه بس انا مش مجمعها يعني عامه عشان نوصل للفلاج. بس عامه احنا نفذنا المطلوب، اللي احنا كده وصلنا لبيانات الادمن عامه هي بنفس الطريقه. تعال نشوف في حاجه متبقيه. هوقف اشوف في حاجه متبقيه في المديول او في البي دي اف ثانيه واحده وارجع تاني. زي الفل يا شباب. احنا كده خلصنا ثغرة اي دور. حلو جدا 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 وزي الفل. دلوقتي هنعمل ايه يا شباب؟ هناخد ثغرة اكس اكس اي اللي هي. تعالى هنشوف. هو الموضوع كبير كبير كبير. تعال نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه هي ثغرة اكس اكس اي يا هندسة؟ الثغرة دي بتحصل عموما لما التطبيق يستقبل اكس ام ال من اليوزر وبعدها يستخدم اكس ام ال بارسر. ايه هو الاكس ام ال بارسر؟ ده يا معلم هو البرنامج اللي بياخد كود الاكس ام ال ويقوم بقراءته وتحويله لبيانات يقدر التطبيق يتفاعل معاها. تمام تمام. حلو جدا جدا جدا. تعالى اوريك لغه الاكس ام ال عامه بتتكتب ازاي. اول حاجه مثلا تعالى نضيف مثلا حاجه اسمها يوزر. تعالى لو ضفنا كده مثلا ونضيف جواها حاجات كده. تمام يعني مثلا نيم. ونحط هنا قيمه مثلا لو حط هنا قيمه اليكس هي بتتكتب شبه ال HTML شويه. تمام يعني يعتبر هي زي HTML نفس فكره التاجز كده والدنيا دي كلها. تمام تمام. ونحط هنا مثلا نيم زي الفل. ايميل تعالى نكتب هنا. تمام. ايميل تتكتب كده بالظبط يعني. تمام. ونكتب هنا مثلا http جيميل نقطة com. وبنقعد نكتب كده وفي الاخر نقوم قافلين. تمام. يوزر. حلو حلو جدا 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 يا هندسه. هي الفكره بالظبط ان هي بتتكتب كده بالملي يا هندسه. حلو حلو جدا جدا جدا. دي لغه الاكس ام ال عامه. طب دي عامه بنعرفها ازاي؟ اول حاجه بنلاقيها مكتوبه كده ثانيا في النوع كونتنت تايم بتلاقي مكتوب اكس ام ال. تمام زي الفل. حلو جدا جدا جدا. حتى لو هو على فكره مكتوب جيسون في النوع الكونتنت تايب انت ممكن تخليها اكس ام ال وتغير البيانات عامه اللي مكتوبه في البادي. بدل ما تخليها جيسون تغيرها لاكس ام ال. وممكن لو هي قبلت ده تبتدي تنفذ ثغرات الاكس ام ال عامه او تجرب في الاكس ام ال عامه تجرب تيست عليه. حلو حلو جدا 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 يا هندسه. طب الثغره بتكون فين؟ الثغره بتكون ان احنا اولا بننشئ حاجه. بننشئ متغير فاريبل يعني عامه. طب المتغير ده بيعمل ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المتغير زي الفل يا شباب. تعالى نكمل. تمام تمام. حلو جدا 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 يا هندسه. يعني ايه؟
دي تي دي يا هندسه. بص يا معلم، هي طريقه دي دي تي عامه، هي طريقه لتعريف شكل ام اكس ام ال والقواعد الخاصه بيه. طب بتكون عامله ازاي؟ بتكون بنفس الطريقه دي. يعني بتلاقي ده مكتوب، وهنا هو معرف مثلا السندر ومديها قيمه، ومعرف البطن ومديها قيمه. الفكره بتكون كده 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 بالظبط يا هندسه. حلو، حلو جدا جدا جدا. تمام تمام. وعندنا تعريف اسمه الانتيتي. انا عارف ان انت يمكن الصوره مش واضحه لك ومش فاهم كويس، بس انا هبسط لك الدنيا خالص. بس انا عايزك تكون فاهم، وكده كده في لابات هنحلهم هيوضحوا لك الموضوع اكتر. عايزك بس تركز دلوقتي في التعريفات اللي انا بقولها. ايه هي الانتيتي يا معلم؟ دي ممكن نعتبرها الفاريبل او المتغير عموما في الاكس ام ال. حلو، حلو جدا، تمام زي الفل. بص يا معلم، فكره الثغره هنا ايه؟ اللي انا هنا يا معلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انت هنا بتتحكم في اكس ام ال. فانت بتخليه يطلب طلب ريسورس عامه خارجي من الريسورسز، يكون ملف على السيرفر. وده ممكن يؤدي لسي اس ار اف، يؤدي اسمها دي اللهم صل على النبي، مثلا اللوكال فايل ديسكلوجر. ممكن يؤدي الار سي اي، ممكن يؤدي لدوس اتاك، ممكن يؤدي لثغرات كتيره جدا جدا جدا. حلو، حلو جدا. تعال نمشي خطوه خطوه ونجيب اللاب وافهمك الدنيا بتمشي ازاي، وهفهمك الدنيا هتمشي ازاي معانا. هقفل ثانيه واروح اجيب اللاب واجي اوريك ونحلل كل حاجه براحتك. حلو جدا يا شباب، جبنا اللاب. تعال نتوكل على الله ونفتح اللاب كده ونشوف الدنيا هتودينا لفين. تعال بس نقفل البروكسي، مقفول تمام زي الفل. نيجي هنا نقوم فاتحين اللاب. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. حلو جدا جدا يا شباب. تعالى بعد كده بس نملى اي بيانات كده عشان لما نيجي نوقف الطلب نحط هنا اي حاجه. ماشي، ايميل نحط مثلا ده زي الفل، نحط اي ارقام. تمام، نيجي هنا نحط المسج بتاعتنا زي الفل. نقوم موقفين الطلب كده. بس نطلع من بتاعت انترودر دي، خلاص احنا مش محتاجينها. نقوم موقفين الطلب زي الفل. تعالى كده. حلو جدا، وقفنا الطلب. حلو، حلو جدا. تعال نروح الريبيتر ونشرح الطلب واحده واحده كده واوريك. بص يا معلم، فين الكونتنت تايب هنا؟ تمام، هو هنا تكست بلين، ممكن تبقى اكس ام ال عادي زي، بس تكست بلين يعني بتبقى باي حاجه، اي تكست عامه. اوكي، زي الفل. بص يا معلم، دي الطريقه عامه اللي بيتكتب فيها الطلب المعمول بالاكس ام ال. شايف هنا؟ اول حاجه بنبتدي كده، تاني حاجه بتكون كده، وبنقعد نكتب هنا البيانات عامه اللي مكتوب. حلو زي الفل. تمام تمام يا هندسة. فكره الثغره هنا يا معلم، فكره الثغره اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اللي احنا هنا بنتحكم في الاكس. طب لما نتحكم في الاكس ام بنعمل ايه؟ بنطلب مثلا ريسورس. مثلا ممكن نطلب ملف موجود عنده زي ايه، وكده تبقى ايه، لوكال فايل ديسكلوجر. حلو، حلو جدا. او ممكن نحولها لار سي اي، ننفذ اوامر على النظام بسبب الثغره دي زي الفل. ممكن نعمل دوس اتاك ونوقع السيرفر كله. تمام، كل ده هنتعلمه دلوقتي. تمام تمام. بس عامه انا حبيت ان انت تشوف شكل الاكس ام ال دلوقتي شكله بيبقى عامل ازاي. تعالى بعد كده ناخد خطوه خطوه كده ونبتدي نشوف هنعمل ايه وهنستغل الثغره دي ازاي. حلو، حلو جدا جدا. اول ثغره معانا في الاستغلالها، بس اول لما قبل ما نشوف اول ثغره عامه، احنا عايزين نجرب نتست اكس ام ال. تمام، طب هنتستها ازاي؟ هنكتب كود عامه يخليه يطبع حاجه معينه. لو اتطبعت هنا زي الفل يبقى الثغره هنا موجوده، وهنبتدي بقى ندور على الاستغلال. حلو، حلو جدا جدا كده. تمام تمام. هنا هننشئ متغير. طب المتغير ده بيتنشأ بايه؟ بالانتيتي. انا لسه قايل لك ان المتغير عامه بيتنشأ بانتيتي. طب بنكتب ازاي؟ دي تي تي. ايه دي تي تي؟ هوريك دلوقتي ازاي بيتكتب. اول حاجه بقى هنعمل هنا دوك. لا بس نكتب كابيتال، خد بالك. دوك. تمام. طيب. تمام، ونكتب هنا ايميل. تمام زي الفل. ونقوم فاتحين كده. احنا كده كاتبين حاجه غلط، لازم نحط هنا علامه تعجب. تمام. آه نقوم فاتحين هنا يعني. تمام. نقوم فاتحين كده، لا مش كده، كده زي الفل. ونقوم كاتبين يا هندسه جوه. اللهم صل وسلم على محمد. هو بس في الاخر اصلا هيبقى هنيجي هنقفل دي كده. يعني كده بقى، ونكتب هنا الكود بتاعنا. نقوم فاتحين كده ونكتب علامه تعجب برضك تقريبا زي الفل. انتيتي. انتيتي. تمام. ونسميها مثلا كومباني. ماشي، كوم باني زي الفل. ونقوم كاتبين مثلا هنا اي اسم. تعالى نكتب مثلا الاسم ده آه اليكس. تعالى نكتب ليونيل ميسي، ونكتب ميسي على طول زي الفل. حلو، حلو جدا.
اللي هيقل. انا مزاجنجي شويه، اوكي. حلو كده، زي الفل يعني. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنيجي هنا عند الايميل ونغير هنا حاجه. نعمل هنا، هنقوم جايبين كده ونكتب كومباني. لا بس تبقى سمول كومباني ونقفل. تمام. لو طبع اللي هو اسم ليونيل ميسي دوت يبقى الثغره موجوده. طب لو ما طبعش اسم ليونيل ميسي يبقى الثغره مش موجوده يا هندسه. تعالى كده نتست ونشوف. لو عملنا بعتنا الطلب ده سند كده، بص بعتناه. حلو جدا، طبع لنا ليون ميسي. حلو جدا، يعني كده الثغره موجوده يا هندسه. تعالى نحلل الطلب ده، لان فكره الثغره عامه قايمه عن الطلب ده. فين الانتيتي بتاعنا اهو. تمام، حلو جدا. طب فين القيمه المتغير اللي هو الانتيتي اللي هو الاسم بتاعه اهو. طب فين القيمه بتاعته؟ ليونيل ميسي. هي دي بالظبط الفكره بتاعتنا النهارده يا هندسه، تتمحور حوالين الكلام ده كله. حلو، حلو جدا جدا يا هندسه. طب انت هتقول لي يعني الثغره دي ده دلوقتي بتكتب الاسماء في السيرفر؟ لا يا معلم، هي مش كده. احنا اولا احنا كده لما نيجي نتست على الثغره هنعمل نفس الكلام بالظبط. هنكتب كده ونستدعي. لو ظهر الاسم اللي كتبناه هنا يبقى زي الفل، يبقى هنا في ثغره. دلوقتي مهمتنا ايه يا هندسه؟ مهمتنا اللي احنا نستغل الثغره دي. تمام. طب ازاي بيتم استغلالها؟ هناخد اول استغلال معانا. اتمنى بس تكون فاهم كل الكلام اللي انا قلته دوت، اللي هو الدي دي تي. دي دي تي عامه. وتكون فاهم الانتيتي هنا فين، وفاهم قيمه الانتيتي هنا فين، وبنعمل ايه هنا. يعني خد بالك، هنا اول خطوه بنكتب الكلام ده. بعد كده دي بتكون تاني خطوه، مش ثابته طبعا في كل الثغرات، بس عامه تكون فاهم التست بيتعمل ازاي. كده احنا عملنا تست للثغره. طب ازاي بنعمل اكسبلويت للثغره؟ الاكسبلويت بتاع الثغره النهارده كتير شويه، وهنتوكل على الله ونعمله يا هندسه. تمام تمام، زي الفل. حلو جدا 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 يا هندسه. دلوقتي افرض احنا عايزين نقرا فايل معين. طب ازاي نقرا فايل معين يا هندسه؟ هنغير الجزء، بص هنسيب الجزء ده والجزء ده، وهنغير في الجزء اللي في النص ده. تمام تمام. هنقوم مثلا هنا، تعالى نبتدي نمسح من اول هنا. نقوم كاتبين هنا سيستم. تمام، حلو حلو جدا. ونقوم بعد كده عاملين كده. تمام. ونحط فايل. طبعا انت عارف ال اف اي دي ثغره ال اف اي يعني لو مش عارفها. تمام. ونقوم كاتبين الملف اللي احنا حابين نقراه اي تي سي مثلا، ونحط باسورد. تمام، زي الفل. احنا كده كتبنا الملف اللي احنا حابين نقراه، وكتبنا كتبنا الطريقه. عامه لازم نضيف سيستم هنا بدل هنجيب فايل من النظام ذات نفسه. وتعالى نجرب سند ونشوف الدنيا فيها ايه. هل هيعرض الملف؟ حلو جدا جدا جدا، عرض لي الملف يا هندسه. تمام، زي الفل. يبقى كده طبقنا ازاي نستخدم ثغره ال اف اي. طب تعالى مثلا نشوف، هو تقريبا هنا كان طالب نشوف فلاج عامه معين. تعال نشوف فلاج كده، ولا مش عارف هو طالب فلاج ولا لا، بس تعال نجرب فلاج كده. لو ما طلعش صح هنروح نشوف هو كان طالب ايه في الحل اللي ده. تمام. هل كان طالب فلاج؟ لا، يبقى ما كانش طالب فلاج. تعال نشوف، بس اروح اشوف هو كان طالب ايه عشان نحل اللاب دوت. هي الفكره مش في حل اللاب عامه، بس انا بوريك ان احنا ماشيين كويس. تمام. طالب يا هندسه اللي احنا نقرا ملف اللي هو اسمه كونكشن بي اتش بي. تعال نشيل اللي هو ملف التكست ده، زي الفل. ونحط هنا كونكشن بي اتش بي، نشوف كده هيقرا ولا لا. تمام، ما قراهوش. طب ما قراهوش ليه يا هندسه؟ هقول لك ما قراهوش ليه. ما قراش الملف ده يا هندسه بسبب حاجه معينه. ايه هي الحاجه دي يا هندسه؟ الحاجه دي ان هو هنا جوه الملف ده في علامات. تعالى بس نقفل كده ونفتح النوت باد بتاعتنا. هنا جوه الملف ده بيكون في علامات اكبر واصغر، وعلامه زي دي مثلا. فالعلامات دي كلها ليها دلائل في الاكس ام ال. فما ينفعش الطريقه دي تمشي بقرايه. يعني كده ال اف اي عامه لما نيجي نعملها مع الملف دوت ما ينفعش تتعمل بالطريقه دي. تمام تمام. طب ليه ما ينفعش تتعمل بالطريقه دي؟ عشان جوه الملف العلامات دي عامه، والعلامات دي بتدل على مفاهيم جوه الاكس ام ال ممكن تقفل الطلب، وهي فعلا بتقفل الطلب كده. عشان كده ما عرفناش نقرا الملف. فدلوقتي هنعمل ايه؟ الفكره بتاعتنا اللي هنا اللي احنا هنشفر اللي هيطبع ده بالبيس 64. طب بعد ما نشفره بالبيس 64 يا هندسه هنعمل ايه؟ هنقوم فاكين تشفيره وواخدين القيمه بتاعته. حلو حلو جدا جدا جدا. طب ازاي هنشفره بالبيس 64 يا هندسه؟ تعال نشوف. تعالى يا هندسه نكمل ونشوف ازاي هنشفره بالبيس 64. على فكره انا ساعات بوقف بين الفيديو عامه والفيديو ليه؟ لان عامه انا بشرح لساعات طويله جدا يعني عامه. فساعات عشان بس ما تفتكرش ان انا بروح اشوف حل حاجه او حاجه، لا انا ساعات بشرح لساعات طويله جدا. يعني تقريبا لو لاحظت اخر فتره فيديوهاتنا بتبقى ساعه وساعتين. فده عامه حنجرتي بتبتدي تتعبني شويه. فعامة ممكن اروح اشرب، فاهم الفكره، اشرب اي حاجه سريعه وارجع تاني، اللي هو اشرب في دقيقه وارجع تاني اكمل، فاهم الفكره، عشان ما افقدش تركيزي. تمام.
زي الفل. تعالى نكمل، قلت لك بس ده عشان دماغك ما تودكش في حته مش حلوه. تمام، حلو جدا. تعالى نكمل يا هندسه. حلو، حلو جدا. دلوقتي احنا دلوقتي قلنا ايه؟ هنشفر النتيجه اللي هتطلع بالبي 64، وبعد كده نبقى نفك تشفيرها وناخد القيمه اللي جواها. حلو، حلو جدا 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 يا هندسه. تمام تمام. دلوقتي ازاي هنشفر بالبي 64 النتيجه اللي هتطلع؟ نكتب بي اتش بي ونقوم عاملين كده كده فلتر. تمام. وبعد كده نقوم كاتبين convert. تمام، بوينت 64. تمام. ونقوم كاتبين شرطه include. تمام زي الفل. نقوم عاملين كده resource. طبعا انا ممكن كاتبها صح. لا هي تقريبا هنا اس مش سي. تمام، حلو جدا. ونقوم حاطين هنا اسم الملف اللي احنا عايزين نعمله. احنا تقريبا كان اسمه كونكشن، سي تي اي او ان كونكشن. تمام، اتمنى اكون كاتبه صح. بوينت بي اتش بي. تمام. وتعالى ندوس سيت. تمام. هو طالب ان احنا اسمه ده طالب الاي بي اي اللي جوه هنا. تمام، لو هنا طلع لنا، فاكرين بعد ما نفك التشفير طلع لنا اي بي اي، يبقى احنا كده حالين زي الفل. تمام، احنا كده حلينا صح. تمام. ندوس هنا انكديكود بي 64. تمام، حلو جدا. طلع لنا هنا الاي بي اي كي هو دوت، وهنسلمه كده حلينا اللاب. حلو، حلو جدا. الفكره مش في حل اللاب، انا ما يهمنيش حل اللاب على قد ما انت تفهم. دلوقتي احنا خدنا فكرتين. تمام، اعتقد ان انا هنا كاتبهم في السلايد اللي معانا. تمام. تمام، حلو جدا. اهي دي اول فكره اللي هي ال اف اي. تمام، اللي احنا هنا ازاي قرينا الملف دوت بنعمل بالطريقه دي. تمام. تاني مشكله، الملف اللي بيقرا بيحتوي على بعض الاحرف الخاصه باكس ام ال. دي ممكن تعمل حاجات. فاحنا هنا بنلجا لايه؟ بنلجا عامه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ان احنا هنا نشفرها بالبي 64. بعد كده ناخد، بعد ما نشفرها هيطلع لي محتوى التشفير. ناخد التشفير بعد كده نعمل فيه ايه؟ نقوم فاكين التشفير وناخد القيمه اللي جواه. حلو، حلو جدا جدا يا هندسه. تمام زي الفل. دلوقتي يا هندسه احنا هنعمل حاجه، ان احنا ممكن نعمل ار سي عامه. بس عامه انا لما حددت اللاب ده قبل كده عامه من حوالي شهرين ثلاثه، لما جربت اللي هي حته الار سي دي ما اشتغلتش معايا في اللاب ده عامه، وهو مش مديني لاب نطبق فيه فكره الار سي. بس عامه انا هشرحها لك ونتوكل على الله. حلو، حلو جدا. اول حاجه، ازاي هنعمل فكره الار سي؟ تمام زي الفل. اول حاجه احنا هنعمل ريفرس شيل. يعني ايه ريفرس شيل؟ يعني شيل عندنا على الكمبيوتر بتاعنا هتتفتح على جهاز المستخدم، بس انا هنفذ الاوامر على السيرفر بتاعنا، على الكمبيوتر بتاعنا احنا. تمام. يعني انا مثلا من عندي هكون دايس هنا ال اس عامه، ينفذ على السيرفر بتاع المستخدم. حلو الفكره. هي دي معناها ريفرس شيل. تمام، كلير. تعالى نعمل كلير كده زي الفل. تعالى هنبتدي يا هندسه. اول حاجه هنعمل اي كيو. تمام. هنعمل البايلوت اللي كنا بنحطه في فايل ابلود لو تفتكروا يعني. لو ما تفتكروش كده كده هنكتبه تاني دلوقتي. تعالى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نكتب مثلا سيستم. شايف احنا بنكتبها تقريبا، مش عارف نكتبها كابيتال ولا سمول. مش عارف والله. ثانيه واحده هنشوف الملف كده وانا كاتبها تقريبا ولا مش كاتبها. مش عارف كاتبها ولا مش كاتبها بصراحه. مش مكتوبه، مش مكتوبه. اعتقد عامه ان هي بتتكتب سمول، فتعالى نجربها سمول. تمام. سيستم. انا ايوه سمول، انا افتكرت هي سيستم عامه بتتكتب سمول. تمام، في الفايل اللي ما كنا بنكتبه كنا بنكتبها سمول. تمام. دي لغه بي اتش بي على فكره. تمام، اوكي. تمام، ونقوم عاملين كده. تمام. ريكويست. تمام زي الفل. ونقوم عاملين كده كده. تمام. سي ام دي. تمام. ونقوم عامة عاملين ايه؟ قافلين كده زي الفل. مم. ونقفل. تمام. ونقوم بعد كده هندسة عاملين كده، ونقوم حافظين الملف في ايه؟ نحفظه مثلا في ملف نسميه شيل بوينت بي اتش بي. تمام زي الفل. طب بعد كده يا هندسه هنعمل ايه؟ هنفتح الشيل عامه، واول لما يتصل بيها النظام هيجي عندنا sudo. تمام. بايثون تي اتش او ان 3 سالب ام، ونعمل اتش تي تي بي سيرفر. اتش تي تي بي سيرفر. تمام. ونخليه على بورت 8 زي الفل. حلو جدا كالي. حلو جدا. هو دلوقتي مستني ان الملف عامه يتصل بيه، واول لما يتصل بيه يا معلم هيفتح لنا ريفرس شيل عندنا على النظام. حلو، حلو جدا جدا، وماشيين كويس جدا.
حلو جدا يا شباب، تعالى نكمل ونشوف بقيه اللاب بتاعنا. تمام زي الفل. بص يا هندسه، طبعا احنا مش هنحط دلوقتي هنحط حاجه تانية اللي هي بتاعت اللي هتحول ار سي. تمام زي الفل. طب ايه هنا اللي هنكتبه؟ طبعا هنغير اللي في النص ده، احنا دايما بنغير اللي في النص تقريبا. الباقي بيبقى ثابت عامه. تمام. آه بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. هنقوم كاتبين اول حاجه entity. entity. تمام. company. company زي الفل. نكتب system. تمام. اتمنى ما تكونش بتملوا عامه من طريقه كتابه الكويدي. زي الفل. تعالى نكتب كده expect. expect. تمام. هنا period. تمام. هنا طبعا هشرح لكم الكود بعد ما نخلص دي عامة. اف اس. تمام. سالب او اف اس. تمام. بعد كده يا هندسة نحط كده والاي بي بتاعنا. هنجيب الاي بي بتاعنا منين؟ تعالى كده اوريك نجيب الاي بي بتاعنا منين. اي بي اي. تمام. هو ده الاي بي بتاعنا. ناخده كوبي. نقوم جايين هنا حاطينه. تمام زي الفل. بعد كده نقوم حاطين كده ونحط شيل بوينت بي اتش بي. شيل بوينت بي اتش بي ده اسم الملف بتاعنا اللي احنا عملناه. ونقوم قافلين كده يا هندسه زي الفل. وكده المفروض لو هو فعلا انا قلت جربتها قبل كده بالار سي اي ما جاتش معايا، فممكن تيجي المره دي ممكن يكون اضاف تعديلات على اللاب، فانا مش عارف. تعالى نضيف كده سنت. بس عامه احنا عاملين كل حاجه صح يعني، ما تقلقش. تمام. آه ماشي. تعال نبص كده. تعال نبص في الشيل اللي احنا فتحناها. هل فتحت؟ ما فتحتش معانا، يبقى هو فعلا لسه ما انطفش يعني. بص لسه ما فتحتش معانا. لو كانت فتحت معانا كان كتب لنا برضك ان هو حصل كونكشن. تمام زي الفل. يبقى هو هنا ما فيهوش حته الار سي. طب احنا ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن نعمل دوس اتاك. طب ازاي يا معلم نعمل دوس اتاك؟ دوس اتاك دي يا معلم هو عامه هي ليها اسم دي، ليها سكريبت معين اعملها انا هنا. ثانيه واحده. البايلوت بتاعنا هيكون ازاي في السيس باك باونتي. اوكي. هي دي. تمام. اكس اكس اي 2 دوس. تمام. هو ده عامه هيكون البايلوت بتاعنا. طب ليه هنا لو عملناه هيحصل دوس اتاك يا معلم؟ لو عملناه هنا هيحصل دوس اتاك بسبب ايه؟ بسبب انه هياخد وقت كتير. اول حاجه هو هيفتكر ان ده متشفر. تمام زي الفل. فهياخد وقت كتير يعالجه، فهياخد وقت كتير اكتر فاكتر فاكتر، فكل ده طبعا بيستهلك من السيرفر بيستهلك من السيرفر بيستهلك من السيرفر. يعني انت ممكن حتى لو لقيت ان الدوس اتاك ما حصلش تزود مثلا الضعف ده، هتلاقي ان اكيد الدوس اتاك هيحصل. تمام زي الفل. لو هو طبعا في ثغره الاكس اكس. تمام زي الفل. حلو جدا جدا جدا. كده احنا اتعلمنا شويه استغلالات في الثغره وبرضك هنكمل. تمام تمام. بس في حاجه انا عايز اشرحها لك. انا نسيت اشرحها لك. نسيت اشرح لك عامه البايو اللي احنا كتبناه عشان نعمل ار سي. تعالى اخده كده. ناخده كوبي كده. وتعالى في النوت باد اشرح لك حته حته منه. تمام. امسح كل الكلام ده كده ونحطه. ثانيه بس اتاكد لا بيسجل. تمام زي الفل بيسجل. ماشي. نيجي هنا. تعالى ناخد خطوه خطوه في اللاب ونفهم الدنيا فيه. تمام. احنا هنا عملنا ريفرس شيل. عملناها بامر كيرل وضفنا معاه سالب او وحطينا الاي بي والملف بتاعنا. حلو حلو جدا 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 يا هندسه. تمام. طب ايه هو الاي اف اس دي؟ تمام بص. دي عامه احنا عندنا ثوابت شويه اسمها اي اف اس. عارف اي اف اس دي يعني ايه؟ ثانيه واحده. اي اف اس. اي اف اس دي يا معلم معناها يعني مسافه، اللي هي المسافه دي عامه. بس انت عامه لما تيجي تكتب عامه في البادي بتاع الطلب عامه، يستحسن ان انت تحط المسافه بالطريقه دي، يا اما تحط المسافه بالطريقه دي اللي هي زائد. بس عامه ممكن في الاكس اكس اي دي تعمل مشكله، فالاحسن ان احنا نعمل ايه؟ نحط المسافه دي. المسافه دي اللي هو ده عامه بتترجم لمسافه. حلو حلو جدا. يعني السيرفر كده كده هيترجمها لمسافه. تمام زي الفل. وكتبنا هنا حطينا الاي بي بتاعنا وحطينا الملف اللي كان على الاي بي بتاعنا. حلو حلو جدا 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 وماشيين كويس جدا جدا يا هندسه. حلو حلو جدا. تعالى ندخل في الخطوة اللي بعدها يا هندسة. ايه الخطوة اللي بعدها يا هندسة؟ طبعا احنا اتعلمنا ازاي ان هو لو في علامات ممكن تضر عامة الملف. تعالى نطلع بس الملف ده عشان ما يزودناش. احنا طبعا قلنا ان ممكن في حاجات معينة جوه الملفات اللي احنا هنقراها لما يكون عندنا فايل فايل عامة
اسمها لوكال فايل ديسكلود. عامه احنا اتعلمنا ان لو كان هنا في ثغره، ممكن علامات زي دي اللي هي اكبر واصغر عامه، والعلامه دي بتاثر على فكره في لغه اكس ام ال. فبنعمل ايه؟ بنشفرها في البي 64. بس ده عامه هيكون لما تكون ملف، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لما يكون ملف بي اتش بي بس. تمام، حلو جدا جدا جدا. تمام. طب لو هو مش ملف بي اتش بي هنعمل ايه يا هندسه؟ هنعمل حاجه اسمها سي داتا. طب ايه هي السي داتا دي يا معلم؟ السي داتا دي بقول لك اكني بقول للسيرفر ايه، بقول له بص يا معلم، اي حاجه هنقراها جوه الملف ده يعني السي داتا. تمام، اسمها سي داتا. السي داتا دي ايه معناها؟ بقول له ان اي حاجه هنقراها جوه الملف ده انت هتعتبرها ان هي بيانات عاديه جدا، ما تنفذش حاجه منها وما تحطش حاجه منها في بالك. حلو، حلو جدا 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 يا هندسه. طب دي بتتعمل ازاي؟ تعالى اوريك بتتعمل ازاي يا هندسه. تعالى اول حاجه نفتح كاليكس، تعالى نكبر كده ونتوكل على الله، وتعالى نمشي خطوه خطوه. تعالى نعمل كلير بتاعتنا. حلو جدا وماشيين كويس جدا جدا. خلاص احنا قربنا نخلص. احنا دلوقتي في الدقيقه كام؟ احنا خلاص داخلين على الساعة اهو، بس قربنا نخلص يعني، اعتقد ربع ساعة وممكن نكون مخلصين كل حاجة. تمام زي الفل. بص يا هندسة، دلوقتي عشان نطبق حكاية السي داتا دي بنعمل ايه يا هندسة؟ تعالى اوريك بنعمل ايه. بسم الله. مم. بص يا معلم، هنعمل ايكو، وهنعمل ملف عامة نعمل فيه كده وكده، ونعمل انتيتي. تعالى بس زي الفل كده. هو ده الحاجه اللي احنا هنكتبها جوه الملف ده. طب الملف ده بايه؟ ده بيربط الاند بالفايل بالبيجن. طب ايه هو الاند والفايل والبيجن؟ دي حاجات هنعملها دلوقتي، بس انا عايزك بس تعمل كده. اولا انا مش بحفظك، انا هفهمك كل حاجه في الوقت المناسب، ونحطها في ملف الاكس اكس اي دي تي. تمام زي الفل، حفظناه. وتعالى يا معلم نفتح شيل. تمام، هنعمل بايثون، لا سوري، بايثون. تمام، هنعملها على 8000. ماشي، نعملها على 8000 ولا نعملها على ايه؟ خليها على 8000. ماشي زي الفل. حلو جدا كده. فتحنا شيل، والشيل ده مستني ان هو يتصل، ان السيرفر يتصل بيه عشان يديله الملف ده. احنا مهمتنا دلوقتي اللي احنا نرفع للسيرفر الملف ده. انت فاهم الكود اللي احنا كتبناه؟ احنا كتبنا الجمله دي عامه في الملف ده. تمام، حلو جدا. طب الجمله دي معناها ايه؟ اللي احنا بنربط ده بده بده. حلو زي الفل. تعالى نروح هنا ونطبق على البايلوت بتاعنا ايه يا هندسه. ثانيه بس، انا عايز اشوف هل هنا نفس اللاب ولا مش نفس اللاب. هوقف ثانيه واشوف هل هو نفس اللاب اللي مطبق عليه ولا اللاب اتغير. يلا بينا نكمل يا هندسه. وطلع نفس اللاب، هنحل فيه. تمام، حلو جدا. تعالى نمسح بقى الكلام ده عامه. نمسح الكلام ده عشان نبتدي نضيف الكلام الجديد بتاعنا. تمام، تعالى نمسح الحته دي كلها. الحته دي هي اللي مش لازماني. وتعالى يا هندسه نبتدي نضيف الكلام بتاعنا. تمام تمام. اول حاجه، بص انا هكتب الكود عامه، وبعد كده هشرح لك احنا عملنا ايه بالظبط. تمام، احنا هنكتب دلوقتي الثلاث سطور عامه بس مهمين جدا، وبعد كده هشرح لك احنا عملنا ايه بالظبط. تمام، ان تي. تمام، ونحط كده، ونحط بيجن. تمام، ونعمل كده. تمام زي الفل. طبعا انت اكيد مش فاهم دلوقتي وحاسس ان الموضوع صعب. الموضوع مش صعب خالص على فكره، بس انا بس عايز اركز في كتابه الكود، لان ممكن كتابه الكود ده عامه تلخبطني. تمام، ممكن اوقف الفيديو عامه واكتب الكود لو ده ممكن يعمل لك مشكله، بس انا عايز اوريك انا هكتب الكود ازاي. ولا اقول لك تعالى اوقف الفيديو واكتب الكود عامه احسن، عشان ما تحسش ان الموضوع صعب. حلو جدا، يلا بينا يا هندسه. تعالى اشرح لك الكود خطوه خطوه. تمام زي الفل. بص يا هندسه، تعالى بس نمسح لي حكايه ايميل داش تقريبا كررتها مرتين. اوكي سوري. بص يا معلم، اول حاجه انا عملت البدايه هنا. بص البدايه هنا، وقلت له ان انا هستخدم السي داتا. ايه هي السي داتا؟ زي ما قلت لك، اللي هو هيتعامل من اي مخرجات جايه من الملف ده عامه، ان هي عامه يا معلم ان هي بيانات خام رو، ما اتعملش عليها بارسنج، يعني ما تنفذهاش، ما تتفاعلش معاها. تمام زي الفل، حتى لو رموز خاصه. تمام تمام. بعد كده انا قلت له اللي انت عايزك تقرا الملف ده من عندك في السيستم. حلو، حلو جدا. ده البايلوت العادي عامه يعني. بص هنا، تعالى نمسح القيمه دي كلها، وهنا هنحط الملف اللي احنا عايزين نقراه. يعني مثلا هنا هنحط اي ملف احنا عايزين نقراه. هنشوف هو طالب ملف ايه في اللاب، وبعد كده نكتبه هنا. تمام زي الفل. وبعد كده قفلتها له. تمام زي الفل. بعد كده قلت له ايه؟ انت هتروح عندي على السيرفر تجيب ملف اكس اكس اي دي. حلو، حلو جدا جدا يا هندسه. تمام زي الفل. تعال نروح نشوف الملف ده فيه ايه. تعال نشوف كده الملف ده ربط الفايل بالبيجن
بالاند. طب ايه الفايل والبيجين والاند؟ اللي هي الحاجات دي، الفايل والبيجين والاند، ربط الثلاثه ببعض، يعني هينفذ الثلاثه مع بعض. حلو، حلو جدا جدا جدا. تعالوا نروح نجيب الاي بي بتاعنا. تمام، الاي بي بتاعنا كان ايه؟ ثانيه واحده. اي بي ايه، تمام زي الفل. نقوم رايحين جايبين الاي بي بتاعنا، ناخده كوبي. تمام. ثانية بس اتاكد اللاب بيشوف ولا مش بيشوف. تمام، الصوت واصل لكم اهم حاجه. تمام، تعال نكمل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لا مش ده اكيد. تمام، تعال نكمل في اللاب، يلا بينا. بسم الله، نقوم حاطين الاي بي بتاعنا هنا. تمام، حلو جدا. هوقف الفيديو لو هشوف هو كان طالب انه ملف اللي احنا نقراه. تمام، ثانيه واحده. هو طلع يا شباب نقرا ملف اللي هو فلاج بي اتش بي. تمام، فتعالى فين الخانه بتاعت الملف اللي احنا المفروض نقراه هنا ديت. تمام، ونقوم حاطين كنترول في. تمام زي الفل، بس تعالى نقلل واحده. تمام، يبقى هو هنا يا هندسه، تعالى ندوس سند كده. تمام، تعالى نشوف هل اتنفذت معانا ولا لا، ولا في غلط. بس اعتقد هنا في غلط على فكره. اعتقد ان هنا في غلط. تمام، تعالى كده تقريبا اندكس. تمام، ثانيه واحده. اندكس بوينت بي اتش بي. تمام، ونجرب كده تاني عشان حاسس ان في غلط. تعال نشوف كده. اعتقد في غلط. انا اعتقد ان في غلط. كانت هنا تقريبا. مم. لا مش ده. ده المفروض احنا طلعنا هنا. تمام، هو الاتصال نجح بس الملف ما عملهاش، يبقى في حاجه احنا كاتبينها غلط. في حاجه احنا كاتبينها غلط. طب ايه اللي احنا كاتبينه غلط؟ تعال كده نراجع البايلوت بتاعنا. تمام، هو هنا احنا استدعينا ايه؟ كومباني. لا، يبقى هنا الغلط. ايوه كومباني، احنا ما استدعيناش هنا كومباني، احنا هنا كنا مستدعين ايه؟ تعال نشوف هنا السيرفر اللي احنا فاتحينه. هي دي زياده تقريبا. دي زياده، تعال نطلع منها عشان بس ما تزودناش اكتر من كده. تعال نشوف دي. احنا هنا كنا مستدعين جوينت مش كومباني. تعال ناخد ده كوبي كده ونقوم رايحين للكلينكس. يبقى هنا الغلط اللي عندنا. تمام زي الفل. نقوم حاطين سوري. تمام، كنترول في. تمام، وتعالى نجرب نسند كده. اعتقد دلوقتي هيطلع لنا الملف. برضك في غلط. طب هنا ايه الغلط؟ هل مثلا في دي ممكن مثلا نكون عايز دي؟ تعال نجرب كده. برضك في غلط. طب هو هنا ايه الغلط؟ مش عارف. هل مثلا ثانية واحدة، هل مثلا اندكس بي اتش بي دي هي الغلط؟ تعال نشوف. بسم الله. زي الفل، حلو جدا. اعتقد كده تمام اتنفذت. بس هنيجي دي نغيرها كده. تمام، نخليها كده. تمام، تقريبا هي كده هتنفذ. حلو جدا، وطلع علينا الفلاج بتاعنا يا شباب. يبقى كده انا بس كان ممكن على فكره في الفيديو اوريك، بس انا علمتك عايز اوريك احنا بنحل الغلطات ازاي. احنا بنمشي مع اللاب واحده واحده، بنشوف الدنيا فيها ايه. حلو، حلو جدا. زي الفل يا شباب. وكده حلينا اللاب بتاعنا. دلوقتي هنروح تقريبا على ايرور بيست. ايه هو الايرور بيست يا هندسه؟ في النقطه اللي هنا. الايرور بيست دي يا هندسه في الاكس اكس. يعني ايه ايرور بيست يا هندسه؟ الايرور بيست دي يا هندسه بشكل عام ايه هو؟ تعالى اشرح. بص يا هندسه، الايرور بيس دي الفكره انها ايه؟ ان هي انت مثلا بتدخل وصف هو ما يعرفوش، فطبعا بيقول لك ايه؟ بيدي لك رساله خطا. فالفكره في الايرور بيس دي ايه؟ اللي انا بخليه يعرض لي المحتوى بتاع الملف اللي انا اللي هو في الوصف اللي هو بيقول لك غلط. بخليه يعرض لي المحتوى بتاعه في رساله الخطا بتاعته. يعني هنا في حته بلايند. يعني ايه حته بلايند؟ يعني صلي على النبي. بص يا معلم، انا دخلت دلوقتي وصف هو ما يعرفوش. تمام، حلو جدا. يعني زي ايه؟ تعال نيجي هنا مثلا. ماشي زي الفل. تعال نقوم جايين مثلا هنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. تعال مثلا نيجي هنا نمسح الكلام ده كله. مم. تمام. تعال بس نصغر شويه كده الدنيا. تمام. ماشي. اتاكد بس الفيديو بيسجل ولا مش بيسجل. حلو جدا، الفيديو بيسجل. تعال نكمل يا شباب. ونقوم جايين هنا في حته الايميل. هنحط وصف حاجه هو ما يعرفهاش. مثلا تعال نقوم حاطين مثلا آه نون آه exciting اكس اي اس تي اي ان جي. تمام مثلا.
ونحط ان تيجي. تمام زي الفل. هنحط ندوس هنا سنت. تمام هو تقريبا هنا تقريبا لما نيجي نعمل ايرور. تمام هو ده المسار بتاعها. حلو جدا. اداك هنا رساله خطا يا هندسه. حلو حلو جدا. يبقى الايرور بيست هنا ايه؟ احنا دخلنا وصف هو ما يعرفوش، فاداك هنا رساله خطا. سيبك من كل الكلام ده، انا مش هاممني ايه رساله الخطا دي. اللي هاممني ايه؟ ان انا هخليه يعرض لي محتوى بتاع ملف من عنده من السورس من جوه. طب هيعرضوا لي فين؟ في رساله الخطا دي. يعني هيكتب هنا رساله الخطا، بعد كده يديني الحاجات بتاعت الملف بتاعتي. فهمت؟ ده الايرور بيز. عندنا بعدها حاجه اسمها اوت اوف باند بيز. ايه هو الاوت اوف باند بيست؟ احنا هنشرح الاثنين، وفي لاب على ده ولاب على ده، وهنطبقهم الاثنين عليهم. تمام عشان بس ما تتلخبطش. بس ايه الفرق بين الايرور بيست والاوت اوف باند بيست؟ الايرور بيست ده عامه هنا برساله الخطا. تمام زي الفل. يعني هنا لو اداني رساله خطا عامه، يعني هنا المفروض لما بدخل حاجه غلط بيطلع لي رساله خطا. رساله الخطا دي انا هستغلها واطلع محتوى الملف عامه اللي انا بعمل هاكينج عليه وعايز المحتوى بتاعه، واقوم مطلع لي النتيجه بتاعتها في رساله في رساله الخطا. حلو حلو جدا. طب ايه هو الاوت اوف باند؟ تعالى بس نشرحهم هنا وبعد كده نحل اللابين بتاعتهم وزي الفل احنا ماشيين كويس جدا. ده الايرور بيست. انما الاوت اوف باند ايه يا معلم؟ الاوت اوف باند يا معلم بيختلف عن ده. هنا هو نوع بلايند بالكامل، حتى لما يكون في خطا ما بيطلعش رساله الخطا. طب هنا انا بعمل ايه؟ انا بخليه يبعت لي المحتوى بتاع الملف على السيرفر الخارجي بتاعي. فهمت الفكره؟ هي دي الفكره بالظبط يعني. بس ده الفرق الوحيد اللي ما بينهم، ان في الايرور بيزد هو بيطلع رساله خطا، فانا هستغل رساله الخطا دي ان هو يطلع لي المحتوى بتاع الملف اللي انا عايزه. طب في الاوت اوف باند هو ما بيطلعش حاجه خالص، ولا رساله خطا ولا صح ولا غلط ولا اي حاجه. طب انا هعمل ايه ساعتها؟ ساعتها يا معلم، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، انا هخليه يبعت لي على السيرفر بتاعي. حلو حلو جدا جدا، واتمنى تكون فاهم. طب دلوقتي ناخد خطوه خطوه ونبتدي يا هندسه. حلو حلو جدا. تعالى نفتح كده تيرمينال عامه ونتوكل على الله. تمام. نعمل نانو. تعالى نعدل في الملف ده كده، او خلينا نسيبه زي ما هو. تمام. انا كده هحط فيه رساله الخطا بتاعتي. تمام بص تعالى اوريك اشرح لك حاجه حاجه في الملف ده عشان تبقى فاهم الدنيا اللي فيه. بص انا هنا قلت له ايه؟ انت هتاخد النتيجه بتاعت الملف اللي عليه العين اللي هو انه دي بنفس الطريقه اللي قلنا هنشفر بيها البي 64 اللي هي كانت هنا. ثانيه واحده عشان ممكن تكون انت نسيت. تعالى اوريك فين هي هنا. فين؟ بسم الله. زي الفل. بص اهي، احنا مش هنا ذكرت فكره ان احنا هنا ممكن النتيجه تكون فيها حاجات تضايق الاكس ام ال وتخليه يوقف شغله عامه لما يشوف رموز معينه. فاحنا هنشفرها بالبي 64. هنا هنعمل نفس الحاجه بالظبط. يعني بص هنا نفس السطر بالظبط احنا حاطينه. تمام. اول لما يطلع ملف بي اتش بي هيشفره بالبي 64. حلو حلو جدا 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 يا هندسه. طب هيعرض النتيجه فين؟ قلت له بص الايرور اللي هيطلع هتعمل بيه ايه؟ هتعرضه لي في البتاع اللي اسمها كونتنت. طب بعد ما يعرضه في البتاع اللي اسمها كونتنت ايه؟ هيطلع لي النون نيكس تنت دي عامه اللي هي دي اي حاجه دي مش مهمه، ويطلع لي النتيجه بتاعت الفايل. فين نتيجه الفايل؟ اللي هي دي يا هندسه. شايف دي؟ هي دي بالظبط الفكره بتاعتي، اللي انا هاخد نتيجه الفايل دي وهطلعها هنا. طب ايه كلمه نون اكستنت ده؟ هو يعني ايه؟ ده وسام مش موجود اصلا، اللي هو هيطلع الغلط ذات نفسه. فهمت الفكره؟ حلو جدا جدا جدا. طب يعني ايه فايل الثلاث شرط دي؟ ده اللي هو بنعمل فايل لوكال فايل ديسكلور اللي هي بتطلع ملف عامه. تمام زي الفل. فتعالى نحفظ الملف ده كده زي الفل ونفتح السيرفر بتاعنا. تعالى نفتح سيرفر كده. لا مش دي. تعالى بس ناخد الاي بي بتاعنا كوبي كده عشان احنا بقى اكيد هنحتاجه برضه. ولا اقول لك تعالى ما مش كوبي دلوقتي، مش لازم دلوقتي. تعالى نشوف الرابعه فين اللي كنا فاتحين فيها سيرفر. تمام. تعالى بس نقفل السيرفر ده عشان احنا تقريبا كنا فاتحينه في لاب قديم. زي الفل كده فتحنا سيرفر. تمام. ونيجي على هنا يا هندسه. حلو حلو جدا 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 يا هندسه. طب ايه اللي هنكتبه هنا؟ تعالى يا معلم. هنقوم بص احنا هنمسح الكلام ده كله. تمام. حلو جدا. ده في النوع الايرور بيست بس هنمسح كل الكلام ده. طب هنكتب ايه دلوقتي يا هندسه؟ ركز معايا في اللي انا هكتبه بعد اذنك وتركز كويس جدا جدا جدا. تمام. طب ايه اللي هيتكتب يا هندسه؟ هنقوم كاتبين كده اللهم صل على النبي. نعمل دوك. سوري دوك. طيب. تمام زي الفل. ونكتب
ايميل. تمام، ونعمل كده. تمام، نقوم جايين وهنكتب هنا يا هندسه. تمام، نعمل كده. اللهم صل على النبي. تمام، ونعمل كده. نكتب انتيتي. انتيتي. تمام زي الفل. آه اللهم صل على سيدنا محمد. نكتب ايه تاني؟ ثانيه واحده. آه هنكتب بعد كده العلامه دي. فين هي؟ تمام. وبعد كده وتعالى نكمل يا هندسه. احنا هنا. تمام، احنا وقفنا لغايه العلامه دي. تمام زي الفل. ونقوم حاطين بعد كده ريموت. لا نكتب دي سمول. ريموت. تمام. ده اللي هو بتاع بتاعنا، اللي هو المتغير بتاعنا اللي قلناه. تمام. نكتب كده زي الفل. تمام، اوكي كده. آه انتيتي. تمام. كونتنت. ثانية واحدة. لا مش انتيتي، ثانية لا طبعا مش صح كده على فكرة. احنا كاتبين حاجة غلط. تمام كده، احنا كاتبين غلط. تعالى نرجع تاني، سوري. نكتب سيستم. سيستم. تمام. بعد كده نحط كده. تمام. ونكتب الرابط بتاع السيرفر بتاعنا HTTP. تمام. آه الاي بي بتاعنا كام؟ تمام. ناخده كده. واحنا فاتحين على بورت 80 80 تقريبا، 8000 تقريبا. مش فاكر 8000 ولا 80 تقريبا، هنشوف دلوقتي. نقوم حاطين كده تقريبا 8000. تعال نبص كده. هي كانت 8000. حلو جدا، ماشي زي الفل. آه ماشي. ونعمل ايه تاني بعد كده يا هندسه؟ هنحط الملف اللي احنا عايزين نجيبه. اللهم صل على النبي. اللي هو كان كده. تمام، وكان اسمه اكس اكس اي دي تي دي. تمام زي الفل. يبقى كده احنا كتبنا الملف اللي عندنا. وهنيجي هنا ناخد كده. اللهم صل على النبي. نعمل كده. آه هنعمل اول حاجه ريموت. وهشرح لك الكود دلوقتي. تمام. ونعمل هي ايه تاني؟ ثانيه واحده. يلا نكمل يا شباب. هنحط هنا ريموت. تمام. بس طلعها قدام شويه كده. نحط كده. اللهم صل على النبي. ايرور. مش عارف انا كده كاتبها صح ولا غلط. لا بس اعتقد في حاجه المفروض نعدلها كده. نخليهم كده ورا بعض. ثانيه واحده. نخليهم كده ورا بعض. مش مهم. تعالى نخليها كده وخلاص. ريموت. هي مش هتفرق كده كده اصلا معانا يعني. نحط هنا ايرور. اقفل. ايرور دي اللي كانت موجوده في الملف. بس هنشرح دلوقتي البايلوت بالكامل. آه كون. تمام زي الفل. تعال نقفل كده. ونيجي في الاخر نكتب. اللهم صل على النبي. نكتب مثلا ايميل. ايميل. نحط هنا تيست. تمام. ونقوم ايميل زي الفل. حلو جدا جدا. تعال نقول ندوس سند كده ونشوف هل البايلوت اشتغل ولا لا. حلو جدا. هو بعت لنا النتيجه متشفره هي بالبيس 64. هنقوم واخدينها زي الفل كده. ونقوم رايحين على الديكودر. تمام. نقوم حاطين كده كنترول في. تعمل مساحه زي ده اللي في الاخر. وندوس بيس 64 زي الفل. وكده اللي هي بتحل معانا يا شباب. تعالى بقى اشرح لك عامه انا بس بهتم بكتابه الاكواد عشان ممكن لو حرف عملناه غلط اللاب كله هيبوظ ومش هنعرف نحله. فاهم الفكره؟ مش هاممني حل اللاب على قد ما هاممني اللي انت تفهم. بس عامه انا لازم اثبت لك ان انا الطريقه اللي بعملها دي صح. تمام. احنا هنا عملنا ايه يا هندسه؟ هنا اول حاجه انا وجهته للسيرفر بتاعي. طب وجهته للسيرفر بتاعي يعمل ايه؟ يروح ياخد الملف ده. ايه الملف ده اللي احنا عملناه هنا؟ فين الملف ده؟ تمام. اللي هو هنا. طب احنا هنا عملنا ايه؟ احنا هنا طلبنا منه ان هو يقرا من السورس بتاعته فلاج بي اتش بي. طب لما يقرا فلاج بي اتش بي يعمل ايه؟ يقوم محوله لبي 64. تمام زي الفل. طب بعد كده عملت له ايه؟ قلت له بص انت هتعمل انتيتي حاجه اسمها ايرور. طب الايرور دي لما تحصل هتعمل ايه؟ انت هتطلع لي رساله ايرور. طب ليه هيطلع لي رساله ايرور؟ لان الملف ده مش موجود عند الحته دي، مش موجوده عنده. فاهم الفكره؟ فطبيعي ان هو يطلع لي رساله ايرور. طب بعد ما يطلع رساله ايرور من السيستم بتاعه هيقوم ضايف لي الملف ده
اللي هو دي بتاعت الفايل. طب بقى دي بتاعت ايه اصلا؟ دي اللي هي دي يا هندسه. حلو حلو جدا. تعالى نعمل كنترول او كده. مش عارف احنا عدلنا حاجه ولا ما عدلناش، مش مهم بالنسبه لي عدلنا ولا ما عدلناش. زي الفل. طب بعد كده عملنا ايه؟ جينا هنا قلت له انت هتروح تجيب لي الملف ده. بعد كده ذكرنا الريموت وذكرنا الايرور اللي هيحصل وذكرنا الكونتنت بتاعنا. زي الفل. حلو جدا. وبعد كده بعتنا الطلب، وبعد كده جاب لي النتيجه يا هندسه. جاب لي النتيجه في طلب الايرور. يعني بص ده اصلا ايرور. تمام. فيلد تو ليد اكسترنال انتيتي. حلو حلو جدا جدا يا هندسه. هو ده ساب الايرور. الانتيتي دوت ساب الايرور. حلو حلو جدا جدا يا هندسه. وده نوع الايرور بيس. تمام زي الفل. حلو حلو جدا. دلوقتي اللي هو البلايند بالكامل، اللي هو الاوت اوف باند يا هندسه. تمام تمام. على فكره احنا بنخلص تقريبا الفيديو. طلعنا اوت اوف باند. تمام. وبعد كده هعلمك ازاي تعمل الاوت اوف باند بطريقه اوتوماتيك، بدل ما تدخل ايدك. يعني في اداه ليها بتعمل اوت اوف باند في الاكس اكس اي. زي الفل. وعلى فكره الاكس اكس اي احنا ممكن نرفع بيه صور اس في جي عامه تكون برضه بتقرا حاجه معينه. بس بصراحه هو في المحتوى بتاع السي دبليو اس مش هشرحها. انا بصراحه مش هشرحها يعني عامه. تمام زي الفل. وكمان مفيش وقت نشرح حاجات زياده. احنا دلوقتي داخلين في ساعه ونص يعني. تمام زي الفل. تعالى نشرح الاوت اوف باند. فين الاوت اوف باند يا هندسه؟ الاوت اوف باند. الاوت اوف باند دي الايرور بيز. تمام شرحناها. الاوت اوف باند يعني ايه؟ اوت اوف باند هي قريبه من النوع اللي فات اللي هو بس هنا بلايند كامل. ولا بيطلع ولا خير ولا بيطلع ولا شر. هو ما بيطلعش حاجه خالص لينا حرفيا. هو مقاطعنا. تمام حلو جدا. طب دلوقتي يا هندسه ايه اللي هنعمله وايه الفكره بتاعته؟ الفكره بتاعته يا هندسه باختصار اللي هنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان احنا هنا بنعمل ايه؟ ان احنا هنا يا هندسه باذن الله هنخليه يبعت لي الملف اللي انا عايزه على السيرفر بتاعي. يعني فاهم الفكره؟ انا هطلب منه ملف معين وهو هيبعته لي على السيرفر بتاعي. حلو حلو جدا. هي دي الفكره الوحيده اللي عندنا. يلا بينا يا شباب نكمل الفيديو. هنشرح دلوقتي النوع الاوت اوف باند. انا عارف ان الفيديو النهارده طويل وممكن يكون متعب شويتين، بس عامة أنا بحاول أخليك تاخد كل حاجة بدل ما أقسم الفيديو. لو قسمت الفيديو ممكن ننزل النهاردة جزء وبكرة جزء، تتفرج النهاردة تنسى بكرة تحبط، فمش عايز أشيل الذنب ده بصراحة. تعالى عامة نتوكل على الله ونبتدي يا هندسة. تمام تمام. أول حاجة إحنا هنرجع ده زي ما كان خالص. نرجع اللي هو من حكاية الإيرور دي خالص. تمام زي الفل. حلو حلو جدا. كده رجعناه زي ما هو كده. تمام. تعال نشوف كده الدنيا إيه. ماشي زي الفل. دلوقتي يا هندسه قلنا ان احنا هنطبق ايه؟ اوت اوف باند. اوت اوف باند ايه فكرتها؟ تعالى اوريك. تعالى نفتح النوت بقى اللي هو الباوربوينت بتاعنا البي دي اف. تمام. ايه اللي بيحصل في الاوت اوف باند يا معلم؟ الاوت اوف باند ايه اللي بيحصل فيه؟ احنا اولا بنفتح ملف بي اتش بي ونحط فيه كود معين. الكود ده عامه هيفتح عامه حاجه زي الاستقبال كده. عامه زي حاجه بتستقبل البيانات اللي جايه من السيرفر بتاع اللي هو متصاب بالثغره. فالسيرفر بتاع المصاب بالثغره هيبعت الحاجات على ملف البي اتش بي ده. حلو علينا يعني عن طريق سيرفر اللي هو الملف بتاع البي اتش بي ده. تمام. فتعال اول حاجه نروح نعمل ملف البي اتش بي ده. تمام زي الفل. تعال نعمل. تعالى نقفل بس السيرفر اللي هو احنا فاتحينه ده. نطلع من الحاجات دي عشان احنا داخلين في حاجات كتير جدا. تعالى مش محتاجين ده. وتعالى احنا مش محتاجين ده. تعالى نشوف ايه تاني اللي احنا داخلين فيه. نقلل الحاجات دي عشان دي كلها بتسحب من الرامات. زي الفل. ماشي. دي كمان خلاص احنا مش محتاجين ده. محتاجين ده في حاجة مش محتاج. خلاص تعالى ننفذها. حلو. بص بقى أول حاجة هنعمل نانو. هنسمي ملف ال PHP index index point PHP. تمام زي الفل. تعالى نطلع من ده. اوكي. آه مم. نانو index PHP 2x. ماشي ماشي. تمام. تعالى نبتدي نقراه كده. يلا بينا. هو ده الكود معانا. طب ايه هو الكود ده؟ لو انت عايز اكتب لك الكود، هو الكود اهو كده كده هو مكتوب اصلا في الباوربوينت. تمام. الكود ده يا هندسه بنعمل ايه؟ احنا هنا فتحنا عامه هيجيب لي المحتوى اللي هو بتاع الكونتنت ده. هيجيبه لي هنا. تمام. لما افتح السيرفر بس هيجيبه لي ثانيه واحده عايز اشوف. بس هيفك تشفيره هو هنا. احنا كنا هنبعت المحتوى متشفر بالبيس 64. هو هنا هيعمل ديكود للمحتوى ده. تمام زي الفل. حلو حلو جدا جدا يا هندسه. ندوس انتر كده ونعمل اكس. تمام تمام. طب تعالى نفتح السيرفر اللي هيستقبل هيستقبل ملف البي اتش بي ده. طب ازاي نفتحه يا هندسه؟ عن طريق ان هنعمل كده بي اتش بي. تمام.
ونعمل ده. طب هتقول لي هو السيرفر ده هيعرف الملف ازاي؟ هقول لك بص، بدل احنا مسمين ملف اندكس بي اتش بي، ده يعتبر اللي هو الملف اللي مش عارف اقولها لك ازاي، اللي هو التلقائي، مش التلقائي عامه، اللي هو بيبقى موجود دايما، فاهم الفكره؟ فاول لما البي اتش بي يتصل بالسيرفر هيروح مدور في الجهاز ذات نفسه على الاندكس بي اتش بي. عارف احنا لو غيرنا اسم الملف ده مثلا وزودنا له اكس ثانيه، هنضطر نحط اسم الملف ده هنا، فاهم الفكره؟ بس بدل احنا مسمينه اندكس بي اتش بي هنسيبه كده عادي، تمام؟ انا مش عايزك تحفظ، انا عايزك تفهم ليه احنا هنا ما ضفناش اسم الملف هنا، لان احنا مسمينه اندكس بي اتش بي. طب ايه اللي بيحصل يا معلم في اندكس بي اتش بي؟ اللي بيحصل في اندكس بي اتش بي ان هو ده يعتبر الملف التلقائي، اول لما البيانات تتبعت من السيرفر للبي اتش بي ده، البي اتش بي ده تلقائي هيروح يدور على اندكس بي اتش بي او باندكس اتش تي ام ال، هيدور على حاجه فيهم واللي يلاقيه بقى تمام وينفذ السكريبت اللي جواه. فتعالى دلوقتي نفتح كده، ودلوقتي احنا مستنيين البيانات تتبعت. حلو، حلو جدا جدا يا هندسه، تمام تمام. تعالى بس تعالى نفتح كمان واحده عشان نعدل في ملف الاكس اكس 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 اي ده حاجه نانو اكس اكس، تمام؟ ده هنعدل فيه شويه حاجات. تعالى نسيب اول حاجه زي ما هي عامه، بس عامه احنا مش محتاجين نقرا فلاج. تعالى نقرا ملف تاني، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مثلا. تعالى نقرا اي تي سي باسورد مثلا، اي تي سي باسورد زي الفل، تمام؟ احنا هنقرا الملف ده، تمام؟ وهنا هنعدل شويه حاجات. طب ايه اللي هنعدله هنا يا معلم؟ تعالى اوريك. تمام، اول حاجه تعالى هنا نغير الاسم ده، طبعا مش ايرور بيست، تعالى نغيره بقى كده نخليه او او بي، اللي هي اوت اوف باند او او بي، تمام زي الفل. وهنيجي هنا زي ما احنا قلنا ان هو هياخد الكونتنت، هنقوم ماسحين ديت كده، ونقوم حاطين السيرفر بتاعنا، تمام؟ هنجي هنا سيستم، هنا سيستم ولا لا؟ تمام هنا سيستم، ونقوم ماسحين ده كده. واحنا بس بنسجل الفيديو ولا ما بيسجلش؟ لو ما بيسجلش هتشل، لا تمام بيسجل والصوت واضح، اهم حاجه، تمام زي الفل. احنا اي نعم 121 دقيقه 100 قصدي دلوقتي ساعه ونص، ماشي خلاص داخلين على الساعه ونص اهو، الحمد لله، تمام. ونقوم بعد كده ضايفين ال HTTP، تمام. عايزين الاي بي بتاعنا تقريبا، تقريبا ايه، اكيد محتاجين الاي بي بتاعنا، تمام. ايه الاي بي بتاعنا؟ اي بي اي، تمام زي الفل، هو ده الاي بي بتاعنا، ماشي ناخده كوبي، آه زي الفل، ماشي نقوم راجعين هنا نقوم ضايفينه. احنا شغالين على 8000، تمام 8000 حلو جدا. ونقوم بعد كده نفتح واحده باراميتر كده، تمام، سوري، نحط كونتنت، تمام، يساوي فايل، تمام. وده هوريك برضك اللي هي معناها ايه، تمام. واحنا كده قفلنا، تمام زي الفل. عايز اعرف بس هنا في اي غلط؟ اعتقد كده تمام، تمام هو كده تمام، اعتقد ان كده زي الفل، ماشي. تعالى نقوم حافظين الملف ده كده، تمام. ويندوز، ماشي زي الفل، ويندوز اكس، حلو. هنقوم رايحين هنا يا هندسه، تمام. هنكتب بقى، نعدل نكتب الكود بتاعنا يا هندسه. ايه الكود اللي هنكتبه هنا؟ ثانيه واحده، هنكتب بسم الله، امشي معايا خطوه بخطوه. اوقف الفيديو واكتب الكود بدل ما تستنوا معايا، وكده كده هشرح لكم الكود بعد ما اكتبه، تمام. تعالوا يا شباب نبتدي. ودلوقتي يا شباب كتبنا البايلوت بتاعنا، تمام. تعال نجرب كده نسند، تمام. تعال نشوف هل بعت المحتوى على فين السيرفر اللي احنا فاتحينه، مش ده، تمام يبقى ده، حلو جدا. ونفذ ملف اللي هو الاي تي سي باسورد اللي احنا كنا عايزين نفتحه على السيرفر بتاعنا. تعال اشرح لك بالظبط ايه البايلوت اللي احنا حطيناه. بص يا معلم، انا قلت له بص انت هتروح للسيرفر بتاعي وتنفذ محتوى الاكس اكس اي تي دي دي تي اللي أنا لسه اللي شرحته لك طبعا، تمام بس كده. وعملت له ده وعملت له ده، حلو. الاو بي ده هو اللي كانت في الملف اللي احنا اللي هو بتاع الاكس اكس اي دي تي، تعالى اوريه لك، تمام. نانو، تمام، تمام بص، دي الاو او بي، تمام زي الفل. ودي الريموت، بقول له انت هتنفذ الريموت دي، حلو، حلو جدا جدا يا هندسه زي الفل. ودي يعتبر كده احنا شرحنا الكونتنت بتاع الاوت اوف باند كمان زي الفل، حلو جدا احنا شرحنا دي، تمام حلو جدا.
ازاي دلوقتي ننفذ الثغره عملي اللي هو بالطريقه الآلية؟ تعالى اوريك. هو احنا هنحمل اداه اسمها ايه؟ اسمها اكس اكس اي انجكت. تمام، تعالى نحملها. تمام، ثانيه واحده. ثانيه واحده نوقف الفيديو. ويلا بينا نكمل يا شباب. هي دي الاداة اللي احنا هنحملها. تعالوا كده نحملها زي الفل. ماشي، تعال نشوف الانستول بتاعها. فين الانستول؟ مم. مم. فين هي يا شباب؟ تمام، تعال نشوف اي حد يكتب الانستول بتاعها. تمام، وريني دي كده. محدش كاتب الانستول بتاعها. طب استنى، هجيب الانستول بتاعها من هكذا بوكس عامة ونرجع تاني. ثانية واحدة، ممكن نحملها اصلا بالجيت بس مش مهم. تعالى تعالوا نكمل يا شباب. هندخل ده عامة ونروح نحمل الأداة عندنا في كاري لينكس. تعال نرفع كاري لينكس. تمام، ماشي. تعال ناخد الأمر ده كله كوبي. تمام. مم. نفتح كاري لينكس. تمام. نيجي هنا في النوت باد. تمام. اوكي، كل اكس. ماشي، كلير. دوس انتر. تمام، هو دلوقتي بيحملها. حلو جدا، الأداة بتتحمل معانا. الفيديو طول شوية، معلش أنا آسف. بس حبيت بس أشرح كل حاجة. شوف الاس كده. تمام. مم. تعالى بعد كده الأداة دي بتشتغل في الروبي عامة. تمام، اوكي. هنعمل روبي. طب ريك بداية كده نقوم عاملين كده. تمام. بوينت روبي دي بتبقى ايه؟ ثانية واحدة، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. آه نكمل يا شباب. يلا بينا. الروبي دي بتبقى ار بي. تمام. احنا مش في الملف بتاعه. اوكي، تعالى ندخل عليه. تمام، ونقوم منفذين الامر ده. تمام، حلو جدا كده، اتنفذت معايا. تمام زي الفل. طب هنا هنحتاج نعمل ايه؟ اول حاجه هنحتاجها ان احنا ناخد البادي بتاع الطلب. بس هناخده لحته معينه. فين البادي بتاع الطلب؟ تعالى بس هنا نكتب بلايند. تمام، وناخده كوبي. تمام، بس هنمسح الكلام ده كده. الاداه بتستخدم كده عشان بس لازم تكون فاهم، اي استخدام غير كده للاداه مش هتشتغل معاك. تمام، زي الفل. نمسح الكلام ده كده. تمام. وبعد كده اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. آه ثانية واحدة. وبعد كده ثانية واحدة، مش عارف في حاجة حاسس إن أنا ناسيها. هنعمل كنترول اكس كده، مش عارف تقريبا في خطوة نسيتها. أيوه افتكرت. بصوا يا شباب، إحنا المفروض ننهي الطلب عامة بالجملة دي. تمام، تعالى نرجع كده. هننهيه بإكس إكس إي inject سي تي. تمام، هننهي كده وناخد الطلب ده كده كله كنترول او. تمام، وناخد الطلب ده كوبي. حلو، حلو جدا جدا كده. تمام، احنا هنا صح. تمام. بعد كده يا هندسه هنقوم عاملين نانو. تمام، مثلا نحط تي ام بي. تمام، ده المكان اللي هنحط فيه الطلب. اكس اكس اي بوينت ريكوست. تمام. تمام، ونقوم حاطين الطلب بتاعنا كده زي الفل. وكنترول او اس، وبعد كده كنترول اكس زي الفل. تمام. بعد كده يا هندسه ايه؟ هنشغل الاداه بتاعتنا، هتبقى روبي. تمام كده زي الفل. اكس اكس هوست. وهنا هنحط الاي بي بتاعنا. الاي بي بتاعنا يساوي ايه؟ تعال نشوف كده. تعال نشوف هنا. ماشي، تعال نطلع من هنا خلاص. تعال نعمل كده. كنترول سي. ماشي، كلير. ماشي، الاي بي ايه. تمام زي الفل. هو ده الاي بي بتاعنا. ماشي، كنترول. تمام كده. لا مش هنا، تعالى نرجع تاني لاخر واحده. نقوم حاطينها هنا. تمام زي الفل.
بعد كده هنحط اتش تي بي بورت عشان نحدد البورت. اتش تي بي بورت هنشتغل على 8000. شغلنا النهارده كله كان تقريبا على 8000 صح؟ تمام. ونحط كده الفايل اللي احنا عايزين نقراه فايل. احنا عايزين اي تي سي. عايزين تقريبا، لا هنحط هنا الفايل، هنا بنحط الريكوست بتاعنا كان فين. هنحط تي ام بي. تمام. اكس اكس اي بوينت ار اي كيو. تمام زي الفل. ونحط سالب باتش، وهنا هنحط الملف اللي احنا عايزين نقراه. سالب باتش بي تي باتش باس، سوري باس تقريبا. تمام مش عارف اكتب باس باس تمام. نحط اي تي سي. بعد كده نحط مثلا باسورد. تمام زي الفل. ونحط سالب اسمه ده ايه، او بي بي لا او بي. تمام. يساوي اتش تي تي بي. تمام. وسالب بي اتش بي في الطرف. تمام في الطرف. آه ماشي زي الفل. وبعد كده ندوس انتر ونتوكل على الله تعالى. بس نروح نفتح بس اول حاجه البورت بتاعنا بتاع السيرفر. فين البورت اللي احنا المفروض نفتحه؟ فين اللي احنا الفين بتاع اللي احنا كنا فاهمين فيها البورت؟ هي دي ولا دي؟ لا مش دي. تمام فين؟ آه تمام كده فتحنا مش عارف كنا المفروض نفتح بي اتش بي. ايوه المفروض نفتح بي اتش بي. تعالى نكمل يا هندسه. وده يا هندسه الامر النهائي بتاعنا. تمام زي الفل. آه. مم. تعالى نجرب نتست كده. بس مش حاسس ان اللاب خلص اصلا. احنا قاعدين بقالنا كتير قوي بنحل فيه. احنا حلينا النهارده حرفيا. تمام. مم. هل هيطلع ولا مش هيطلع؟ ما طلعش، ممكن يكون في مشكلة. تمام. تعال نشوف في النانو كده. تمام تعال نعدل كده جزئية، في جزئية أنا شايف فيه أصلا إن هي ممكن تكون غلط. تعال نعدل كده. تمام نخليها كده أحسن. كنترول أو تمام احفظ كنترول إكس. تعال بعد كده نجرب أول مرة تانية. هنطلع بيانات. مم. هل هيخزننا ولا مش هيخزننا؟ خزننا وما طلعش بيانات. مش مهم. المهم ان انا شرحت لك الاداة الادوات الحركه، الحاجات اليدويه. احنا فرضنا كل حاجه على فكره حرفيا في الموديل. يمكن تقريبا اللاب خلص على فكره، وتقريبا فعلا اللاب خلص لان احنا قاعدين فيه اكتر من ساعه ونص. وكده تمام يا هندسه. اتمنى تكون فهمت الموديل. ازاي بتمنع ثغره الاكس اكس اي دي؟ اولا تحدث مكتبات اكس ام ال. ثانيا تحدث وتمنع ان انت اولا تعمل انتيتي، وتعطل الدي تي دي. تمام. وتمنع استخدام كائنات خارجيه، وتمنع ظهور مثلا اللي هي بتاعت الايرور بيز دي. تمام اللي هي تطلع الايرور عامه لو طلع ايرور. تمام كده زي الفل يا هندسه. احنا كده حرفيا فرضنا الموديل خالص. اي نعم طول جدا يعني. احنا دلوقتي الساعه 32 دقيقه. الحمد لله. اتمنى تكون فهمت. كان معاك محمد. لو احتجت اي حاجه تواصل معايا عن الحاجات اللي في الوصف. السلام عليكم.